اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ختام مباريات اليوم الثاني من الاسبوع الثالث عشر من الدوري عبور لاند دوري 2016-2017. مباراه مصر المقصه ثاني الدوري مع الاهلي اول الدوري. نشاهد في البدايه بطاقه هذه المباراه. بطاقه مباراه مصر المقصه والاهلي، المواجهات في 10 مواجهات، فوز 7 مواجهات الاهلي وواحده لمصر المقصه، تعادل في مباراتين. الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الاهلي لعب 12 مباراه في هذا الموسم، فوز في 10 مباريات، تعادل في مباراتين، لا يوجد له اي خساره حتى الان، ومن النقاط 32 نقطة. أما بالنسبة للكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقصة، 11 مباراة في هذا الموسم، فوز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسارة أيضا في مباراة واحدة، وله من النقاط 28 نقطة في جدول الترتيب العام، يصبح في المركز الثاني في جدول الترتيب العام. تشكيل كل من فريق مصر المقصة والنادي الأهلي مصر المقصة: أحمد مسعود في حراسة المرمى، حسين الشحات في الجبهة اليمنى، محمود وحيد في الجبهة اليسرى، عودة أحمد سامي مرة أخرى في قلب الدفاع مع أحمد مودي، كل من هاني سعيد وهشام محمد وأحمد داوود ثلاثي خط الوسط، أمامهم كل من إيريك تراوري وأحمد الشيخ، تحت رأس الحربة نانا بوكو. خيارات الكابتن إيهاب جلال. أما بالنسبة لتشكيلة النادي الأهلي: شريف إكرامي عودة مرة أخرى لحراسة المرمى، في الجبهة اليمنى محمد هاني، في الجبهة اليسرى علي معلول، كل من أحمد حجازي وسعد سمير، اثنين ارتكاز كل من حسام عاشور واحمد فتحي، ثم وليد سليمان وعبد الله السعيد وجونيور اجاييه، امامهم مروان محسن. تشكيله فريق مصر المقصه وتشكيل فريق النادي الاهلي. كابتن فتحي، 3 مباريات النادي الاهلي بيفوز فيها ب3 اهداف مقابل لا شيء، كل المباريات او غالبا 20 هدف من النادي الاهلي، كلهم تاخروا حتى الشوط الثاني. المفارقه الوحيده ان في اخر 5 مباريات لم يدخل مرمى النادي الاهلي ولا هدف. لو رجعنا للنادي الاهلي وقلنا ان النادي الاهلي بيكسب المباريات الاخيره فعلا في الشوط الثاني، الفرق اللي بتلعب ضد النادي الاهلي دائما بتبقى متخوفه دايما، بتلعب طرق دفاعيه بحته، بتلعب ايضا بجانب او اسلوب الزون ديفنس والتشتيت للامام. عشان كده النادي الاهلي بيجد صعوبه في الشوط الاول. النادي الاهلي عنده اللياقه البدنيه عاليه بينه وبين لعيبته، وعنده الكابتن حسام تدوير في الفرقه، يعني عنده مؤمن زكريا، وعنده ناس بتقدر تنزل فريش في الملعب، بتقدر تسجل اهداف وبتقدر تخلق فرص كتير قوي زي وليد سليمان والكلام. فالنادي الاهلي لما بيكسب الشوط الثاني بيبقى يستحق انه بيكسب، لانه بيسيطر. الاستحواذ بتبقى نسبته عاليه جدا حتى في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني بتبقى اكتر، ولكن ايجابيه على المرمى بتبقى افضل بكتير. يعني كل المباريات اللي كسبها النادي الاهلي في الشوط الثاني في استحواذ، وحاطط الفرقه اللي بيلعبها تحت ضغط، ودايما بيستثمر الكره العرضيه والكره اللي في العمق، ويستثمر ناس عنده هدافه، يعني عبد الله السعيد هداف، مؤمن هداف، اجاي هداف، وليد سليمان هداف، كل دول بيستثمرهم في الشوط الثاني بيسجلوا اهداف. الفرقه اللي قدامك خلاص بتستسلم لامر واقع، والفتنس بتاعها واللياقه البدنيه بتاعتها بتبقى خلاص بتنزل. النادي الاهلي دائما عنده لياقته عاليه، وعنده مرحله الجد بدات، يعني عنده مصر المقصه، ثم سموحه، ثم عنده ماتشات قويه، ثم الزمالك. دي بدات مرحله الجد، يعني دي مرحله الجد، وعنده 4 مباريات قويه جدا جدا، وتحدد بناء عليه مين هيبقى في الترتيب الاول في جدول المسابقه في الراوند الاولاني. نعم. يعني الماتشات دي فعلا ماتشات صعبه للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي اما نتكلم عن النادي الاهلي حقيقي، يعني المستوى الفني انا شايف المستوى رائع، يعني بغض النظر عن اي نتائج، وبغض النظر عن الناس تقول لك اصل الشوط الاول لا، النادي الاهلي اداؤه رائع، النادي الاهلي بيكسب، النادي الاهلي عنده مقومات ناحيه دفاعيه كويسه وناحيه هجوميه، النادي الاهلي ابتدى يستثمر حتى اللعيبه اللي جايه، يعني مروان محسن ابتدى يدخل، احمد فتحي طبعا بعد اصابه حسام غالي النهارده احمد فتحي بيمتاز في وسط الملعب. فالكابتن حسام البدري بيستثمر، عنده لعيبه من الخبرات وعنده لعيبه من الاداء بيقدر يستثمرها وبيقدر يكسب. كابتن، لو عقدنا مقارنه بين الكابتن ايهاب جلال والكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي، هنشاهد ان اخر 3 مباريات للكابتن حسام البدري وايضا اخر 3 مباريات تقريبا بالنسبه للكابتن ايهاب جلال تشكيلات متغيره. يعني واحد من حته التدوير، بس كابتن ايهاب في الميزه دي او في العاده دي من زمان قوي، يمكن اول ما بدا خالص مع المخصص كانت تغيراته كتير جدا، الى ان وصل التشكيل الاساسي من سنتين. حتى كنا بنتكلم ايهاب، يعني من الناس المقربين ليا، كنت حتى بتكلم بقول تغييرات كتير قوي، لسه ما وقفش على الشكل او الهيكل الاساسي للفريق المخصص. بدا واحده واحده يبدا يحط ايده على التشكيل الصح. التغييرات ممكن تبقى تغييرات مركز اصابه بيريح حد، لكن الفتره اللي فاتت يا تامر كل مدير فني محتاج يريح، احنا بتلعب كل 3 ايام مباراه وبتنافس. يعني كابتن حسام وكابتن ايهاب محتاجين الحاجه دي. ليه؟ انت بتنافس على بطوله لسه كبيره جدا، الفتره دي فتره مضغوطه جدا، فانت محتاج كل لعيب عندك تقدر تستفيد منه الفتره دي. يعني كابتن حسام المباراه الشرقيه ريح لعيبه كتير جدا، ما بداش بيها حتى تغييراته، كان بيحاول يريح اللعيبه اللي هو معتمد عليها من بدايه الموسم، وده حاجه صحيه جدا. نفس الكلام عند ايهاب،
الاثنين بينافسوا والاثنين محتاجين كل لعيب، لكن هو دايما عنده هيكل اساسي كده بيحتفظ بيه، ما بيغيرش فيه، غير مثلا لو اصابه، مثلا اصابه حسام غالي، هو اضطر حسام غالي مش موجود، لكن حسام غالي طول ما موجود هو موجود في المكان ده، لان الناس الاساسيين الهيكل الاساسي بيبني عليه كابتن حسام كتير قوي من لعبه، فده بيبقى التغيير بتاعه قليل جدا. لكن باقي الفرقه ممكن يغير 2 3، ممكن يريح 2، ممكن بعد ما اطمن على النتيجه مثلا زي مباراه الشرقيه بدا يغير وبدا يريح الناس وبدا يدي فرص للناس على اساس يتشافوا كويس. يعني مروان واخد وقت كبير اول ماتش الشرقيه عشان الناس تبص على مروان، ادى الميدو، يعني هو عارف امتى بيدخل اللعيبه بتاعته في الاوقات ايه، يعني هو محتاج ايه في المباراه دي. استبعد صالح جمعه استبعاده لان صالح اداله فرصه كابتن حسام، لكن بعدها في مباراه اسوان هو حس في ضمه فبعد تاني. يعني صالح بيبعد نفسه يا تامر، هي دي المشكله، انا متاكد منه. انا عايز دي بقى، هو صالح بيبعد نفسه يعني. لا هو استبعده 3 مباريات متتاليه، مش اصابه، لا هو كان مصاب مباراه اسوان، بس عشان انا الكلام ده قدامي، انا شايف، مش بتكلم من الهوا. هو مباراه اسوان بعد المباراه اللي لعبها صالح ونزلها وكان شكله كويس كمان، الناس كلها شادت بيه، واللي انا عايز اقول له حسام بيحب صالح جدا وعنده ايمان بامكانياته، هو امكانياته جامده جدا وبيحاول يساعده وحتى اما بوزنه بيزيد بيتكلم معاه وبيعنفه، لكن هو في الاخر انا عارف ان هو صالح لعيب كويس وهينفعه اذا كان دلوقتي هينفعه بعد كده على المدى الطويل في النادي الاهلي. لكن صالح بيبعد نفسه، هي دي مش مشكله كابتن حسام. يعني كابتن فتحي معانا طبعا ليه باع كبير في الموضوع ده واحسن مني مليون مره، لكن في لعيبه بتبعد نفسها يا تامر، دي حقيقه، وفي لعيب مستني نص فرصه، اللي هو انا عارف انت في لعيب كده يقول لك نفسي ياخد فرصه. نعم، هو اللي بيبعد نفسه صالح، يعني هو لعيب ما شاء الله امكانياته تحفه ولعيب هايل، لكن بيبعد في الانديه الكبيره دي بتبعد، يبقى انت هتبعد خالص، هي دي المشكله. شخصيته صالح بيبعد نفسه لان زي ما الكابتن قال بيقول شخصيته من نوع، انا اتعاملت مع صالح اول ما جه النادي الاهلي شخصيه انطوائيه، تحس ان هو واخد واحد جنب كده لوحده. وانا قلت له، قعدت معاه قلت له صالح لازم تندمج، لان انت جاي نادي اهلي، نادي كبير مش نادي صغير، ده نادي كبير، ولازم تندمج في وسط اللعيبه، لازم تتعايش مع وسط اللعيبه، لازم تبقى النهارده اللعيبه كلها بتحبك، ما تبقاش النهارده شخصيتك النهارده انطوائيه كده، شخصيه لوحدك. نفس الحال محمد حمدي زكي. محمد بالعكس، محمد شخصيه مهذبه جدا وطيب جدا جدا، ما تحسش بمشاكله. صالح ممكن من النوع اللي لو ما لعبش عشان النهارده حسام غالي مش موجود، كان ممكن هو احق ان يلعب في وسط الملعب مع حسام عاشور، تلاقيه اتقمص شويه. عندنا في النادي الاهلي او اي مدير فني بيمسك النهارده بيبقى عنده ملاحظات على اللعيبه، النهارده بيشوف اللعيبه، يشوف وشها النهارده وتعبيرات وشه ايه، هل اللعيب زعلان، هل مقموص، هل متضايق، الكلام ده كله بيأثر على تشكيل الفرقه، وبيأثر على ده يبقى موجود ولا مش موجود. نعم. فصالح لعيب كويس جدا، امكانياته عاليه جدا، ولكن هو بيبعد نفسه زي ما الكابتن بيبعد نفسه من خلال، تحس ان في تصرفات ممكن ما تعجبش الكابتن حسام البدري. نعم. تلاقيه بيبعد نفسه. الاصابات المتكرره في النادي الاهلي لغز مين؟ حسام غالي، صالح جمعه اللي كان مصاب ورجع تاني، مش لغز. لا حسام يمكن طول الموسم اللي فات والقادم الموسم ده كمان لما تيجي عضله خلفيه ولا حاجه، ده مش لغز، يعني مش خطا. مش كتير شويه الاصابات في النادي الاهلي؟ كتير. الموسم ملتحم يا تامر، انا بقول لك انت كل 3 مباريات دي. طب هقول لك حاجه، حسام غالي تمام، طبيعي ان هو يحصل له خلفيه، اصل كلها اصابات على فكره، مش اصابات ملعب. يعني عمرو السوليه في كوره، ما هو في ملعب، انت فاهمني، فبياخد الوقت. المشكله مش في تكرر اصابات يا تامر، المشكله ان الاصابه بتاخد وقت. يعني عضله خلفيه، اكيد كده فتحي عارف طبعا، عضله خلفيه بيبقى مزق بياخد وقت كتير جدا. مشكله بقى حسام، وكان قدام عيني حسام نزل الملعب، وبعدين المشكله عضله الخلفيه دي تخدعك، ممكن بتعمل كل حاجه، حركه معينه ممكن تحس بحاجه ثانيه. بس صالح جه ونزل الملعب ورجع تاني اصابه. طيب دي ضمه، ما ده اللي حصل. ده انت عايز توصل لايه؟ انا ما بوصلش حاجه يا كابتن. لا انا معيش ده، انا بقول والله انا بقول بمنتهى الامانه على فكره، وانا بلف في الشارع، مش اسئلتي انا شخصيا، دي اسئله بتسال في الشارع. اي فرقه معرضه لاصابات. النهارده واحد زي حسام غالي انت لو شفته في التمرين وهو بيأدي تقول ده حاجه 22 سنه 21 سنه طبعا، يعني سواء عنده ماتش ما عندوش ماتش، هو طبيعه حسام كده. حسام غالي طبيعته كده، من النوع اللي بيحب دايما يبقى عنده روح قتاليه عاليه جدا في الملعب. سواء بقول لك لو عنده ماتش بكره وعنده ماتش بقى، هو كده طبيعه. فممكن يكون الشد ده يعني
لا مش حاجة حسام، هو الكلام مش على حسام، الكلام على صالح ان هي ضمه وبيقول لك انا كويس ويرجع تاني تجي له تاني، لكن انا بتكلم على الاصابات كاصابه نفسها عامه. في اصابات بتطول غصب عنك يا تامر، يعني اصابه الضمه دي غصب عنك لازم تاخد وقت ولازم تبقى مطمن ان هي كويسه. نفس الكلام خلفيه، خصوصا لما يجي لك مزق يعني زي حسام زي عمرو السوليه بتقعد فتره، لكن هو حته الاصابات دي بتبقى طبيعيه. بس في واحد بقى بيبقى عايز يرجع وبيخاف وبيقلق وبيكثف علاجه وي زي حسام زي ما كابتن فتحي بيتكلم، وفي واحد بياخدها على مهله انا مصاب، انت فاهم؟ بس هي دي بتفرق، هي بتبقى عقليه اللعيب او قناعه لعيب، انا عايز بسرعه، عايز اتعالج ومكثف علاجاتي وقلقان جدا على نفسي ومهتم جدا، وفي واحد بياخدها واحده واحده يعني تبع العلاج ما هو ماشي. ما اعرفش صالح جمعه يا كابتن علاء، هل متكرره؟ يعني هل الاصابه دي متكرره؟ لان صالح جمعه برضه اول ما جه قعد فتره كبيره جدا برضه مصاب، يعني اول ما جه قعد فتره برضه 3 4 اسابيع كان مصاب. هل الاصابه دي متكرره؟ فهنا بقى الجهاز الطبي لازم يصبر شويه على صالح جمعه، وهو كمان لازم يكون امين مع الجهاز مع الجهاز الطبي يا كابتن علاء، لازم يكون في عنده امان مع الجهاز الطبي ان هو اصبح سليم 100%. وتعمل له بقى اختبارات ويتعمل له كل شيء عشان لما ينزل ملعب. هرجع لتشكيله النادي الاهلي. الكابتن حسام البدري اعتمد على طريقه 4-2-3-1 باعتماد اجايين الناحيه اليسرى ومروان محسن. هل كنت حضرتك تفضل البدء بالكابتن حسام البدري نبدا بنفس التشكيله اللي بيكسب بيها على طول والدفع بمؤمن سليمان بدايه اللقاء واجايين مؤمن زكريا كلاعب تحت اجاييه واجاييه ويكون هو راس الحربه بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا هو برضه النهارده الكابتن حسام بيلعب بمفهوم، يعني بمفهوم انا شايفه مفهوم كويس. مفهوم كويس النهارده اجاي بيلعب كراس حربه، حتى لو ميال ناحيه الشمال شويه ووليد في الجانب الايمن وعبد الله السعيد تحت مروان محسن، ولكن هتيجي تبص في تغيير وهتيجي تبص في حركه الناس اللي قدام الاربعه اللي قدام، هتلاقي جاي دخل لجوه وعبد الله السعيد طلع في الجنب الشمال، ان برضه هيبقى مروان محسن واجاي يبقى زي راسيه حربه، ودي ميزه كويسه قوي ان تقدر النهارده تستغل اجاي وتستغل مروان محسن كرئيسيه حربه. عبد الله السعيد ايضا بيحب قوي، يعني دايما ميال للجنب الشمال، دايما ميال من الجنب الشمال، وحتى فكره وادائه ورؤيته دايما من الجنب الشمال، يقدر يغير كوره حلوه للجانب الايمن لمحمد هاني، يقدر يشوف انطلاقات احمد فتحي من نص الملعب، عنده فكر كويس عبد الله. فهو بيستفاد النهارده من وجود اجاي مع مروان محسن كرئيسيه حربه، بس رئيسيه حربه ايه الاثنين مختفين. هعقد مقارنه برضه يا كابتن علاء ما بين اجاييه وما بين نانا بوكو. نانا بوكو في المباراه الماضيه لو تفتكر لعب في الجبهه اليسرى وكان إيريك تراوري هو اللي كان بيلعب في وسط الميدان. نفس الموضوع قام بيه اجاييه النهارده. والاثنين النهارده بيتبدل، يكون نانا بوكو هو اللي راس الحربه صريح واجاييه في الجبهه اليسرى. شايف مميزات ده ايه ومميزات ده ايه؟ ايه الفرق بين اللاعب ده واللاعب ده؟ المميزات اللي عند اجاييه لما بيروح على الطرف بيقدر يتصرف كويس. هو ميزه اجاييه فيه ميزه حلوه جدا. على الاطراف بيتحرك كويس جدا، خصوصا الطرف الشمال بيعرف يتصرف، عنده سرعه ومهاري. لما بيخش راس حربه زي كابتن فتحي بيقول بيعرف يتحرك كويس جدا. بس اجاييه دايما بيحب يتحرك على مساحه. يعني نانا بوكو ممكن يبقى راس حربه بظهره، ممكن يتحرك بظهره، لكن اجاييه خطورته كلها ان هو دايما بيجي بوشه على مساحات، هو اخطر من نانا بوكو. لكن لما بيتحط في راس حربه في القلب الصندوق زي ما بيقولوا، اي فرصه بيقدر يتصرف، زي الاهداف اللي شايفينها دلوقتي، بيعرف يتحرك كويس قوي، بيعرف يروح الحتت المؤثره، بيعرف يجيب هدف نفسي يعني زي الهدف ده كويس. سيبك ان هو ممكن الناس تقول سهل، لا ده على مهله بطن رجله كويس قوي، فبيعرف لما يتحط في المكان ده بيعرف، ودي ميزه. عكس ممكن واحد تاني تامر يعني بص هنا برضه بيعرف ازاي بدماغه. يعني هو في مميزات ميزتين مهمين قوي. مميزات ان هو هداف ما تقلقش عليه في ال 18، اذا كان برجله اذا كان بدماغه بيعرف يتصرف كويس قوي. لما بيتصرف بتطلع على الاطراف خصوصا الطرف الشمال بيعرف يتصرف مع معلول كويس قوي، ممكن يعدي واحد على واحد. وفي ميزه كمان اكتر ان هو بيبقى الكوره ناحيه اليمين عند فتحي وعند هاني بتلاقيه راس حربه تاني اللي كان فيها كابتن فتحي دلوقتي. هو الراجل رؤيته كويسه في الملعب، بيعرف يروح حته دايما مؤثره زي عبد الله السعيد، بس عبد الله السعيد بيبقى جاي واخد التلت من تحت شويه، بيبدا من تحت الناس دي كلها. نانا بوكو في الصندوق لا قوي مقلق يعرف يجيب جول، لكن على الاطراف مش نفس خطوره اجاييه، لكن مقلق جدا وخطر جدا ولعيب يعني حتى لما بيخش مع الاطراف ناحيه الشمال زي المقارنه جايبينها بيعرف عنده تسديده كويسه مقلق. الاثنين بيشاركوا في حاجه واحده بس، الاثنين لما بيستلموا الكوره تصرفهم في الكوره ممتاز. لو سبت لهم مساحات هيلقوك يا اما بتسديده يا اما بكروس كويس، او لو سبت لهم مساحه اللي هي الخطر هيعرف يجيب جول. هي دي الميزه المشتركه بين الاثنين خطر جدا والاثنين متحركين جدا مولئين جدا، بس ما تسيبلهمش مساحات. اذا كان ما سيبش مساحات لان انا بوكو اكيد وبيلعب راس حربه، او لاجاييه اذا كان على الاطراف، او لو دخل راس حربه ثاني. نعم. كابتن فتحي يعني في لاعب دايما بيحب يلعب قدامه لعيب، يعني مثلا علي معلول بيحب قدامه مؤمن زكريا، النهارده هيكون قدامه اجاييه.
هل ممكن يأيد شويه علي معلول؟ لا، ده فكر الكابتن حسام غير كده خالص. يعني فكر الكابتن حسام دايما بيحرر الاثنين اللي على الاطراف، ما بيخلوهمش يلعبوا دايما على الخطوط. ودي ميزه كويسه وده الصح. اصل في ناس عندهم المدرسه التقليديه يقول لك احنا عايزين نوسع الملعب، يبقى خلي الاثنين اللي على الاطراف على الخطوط، يقول لك احنا نوسع الملعب. لا، فكر الكابتن حسام بيحرك الناس دي للداخل. يعني وليد سليمان ما تلاقوش واقف على الخط، وليد سليمان تلاقيه داخل لجوه عشان يفضي لمحمد هاني او يفضي لاحمد فتحي اللي ينطلق من ديفندر وسط ملعب في الجنب اليمين. نفس الشيء بالنسبه لاجاي، ما يخش دلوقتي كراس حربه تاني، هيفضي سكه لعلي معلول، هيفضي سكه لعبد الله السعيد انه يشتغل في الحته دي. ففكر الكابتن حسام بيعتمد ان الناس دي مش ماسكه الخطوط وقت، لا ده بيعتمد زي ما قلت لك بيكمل اجاي مع مروان محسن عشان يسيب فرصه لعلي معلول او عبد الله السعيد يطلع من الحته دي. نفس الشيء من الناحيه الثانيه، وليد لما بيخش محمد هاني بيطلع، او احمد فتحي، شو انا بقول ايه؟ احمد فتحي ممكن يخرج في الجانب الايمن كظهير ايمن، ومحمد هاني يبتدي يخش كديفندر وسط ملعب مع حسام عاشور. الكابتن محمد ابراهيم مع الزميل العزيز محسن محمود قبل لقاء مصر المقصه مع النادي الاهلي. شكرا لزميلنا العزيز تامر صقر، شكرا لضيوف الاستوديو التحليلي. مشاهدينا الكرام، هذه المباراه الحائره من ملعب السويس الى استاد السلام، مباراه قمه الدوري الممتاز المصري. الاهلي متصدر في مواجهه المقصه الذي يلاحق الاهلي منذ بدايه الدوري على قمه الدوري الممتاز، والمقصه له مباراه مؤجله. كابتن محمد ابراهيم يسعدنا يكون معنا قبل بدء هذه المباراه. كابتن محمد، مباراه قمه في بطوله الدوري، على الصداره بتلاحقوا النادي الاهلي وليكم مباراه مؤجله مع نادي الزمالك. اعتقد كل الظروف مواتيه للمقصه هذا الموسم للمنافسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول تحياتي لكابتن تامر وكابتن علاء ميهوب، ومعلش انا ما كابتن علاء ميهوب، كابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي مبروك طبعا، تحياتي ليهم جدا، وان شاء الله يكون مباراه كويسه ونشاهدها كلنا كويسه. مباراه مهمه طبعا لينا جدا جدا في مسابقه الدوري السنه دي. احنا اتكلمنا مع اللعيبه ازاي تبقى يعني هاديه شويه، ان احنا مش عايزين نبقى متسرعين على ان احنا نشتغل. احنا هنقدر ازاي شكل اللعبه طبعا مش هقدر اتكلم فيه بوضوح، لكن احنا ازاي ان احنا نقدر النهارده نشتغل على النادي الاهلي في حتت معينه. باذن الله نقدر اللعيبه تستوعب اللي احنا اتكلمنا فيه، ويبقى عندنا هدوء اعصاب ونقدر نشتغل باذن الله، هنبقى الشكل احسن باذن الله. توضح طريقه اللعب، ولكن هتقدروا تلعبوا بطريقتكم مع النادي الاهلي، الطريقه اللي انتوا يعني تبقوا ماسكين اللعب في نص الملعب وعندك كذا اكتر من واحد بتعتمدوا عليهم. ما انا زي ما بقول لك مش هقدر اتكلم، لكن ان شاء الله باذن الله احنا بنتكلم النادي الاهلي، مش هقعد اقول نادي كبير. النادي الاهلي معروف لكل الناس طبعا، انت بتلاعب احسن نادي في مصر، وانت بتتطلع ان انت ان شاء الله بتبقى بنفس الشكل. والحمد لله الفتره اللي فاتت طبعا بكل الخبراء بيتكلموا على شكل مصر المقصه، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع اللعيبه، ان احنا مش عايزين الكلام ياخدنا او الكلام يخلينا نسرح، ان احنا يبقى في الملعب هاديين. لكن ان شاء الله باذن الله الهدوء بتاعنا ان احنا ازاي نقدر نستحوذ على الكره ونقدر نشتغل باذن الله. تلت هجوم النادي الاهلي هو اقوى تلت عنده، هو اللي بيحسم المباريات بشكل كبير جدا. هتشتغلوا معاهم ازاي كناحيه دفاعيه في نادي المقصه؟ والله احنا هنشتغل بشكلين بس في البدايه كده، وبعد كده ان شاء الله يعني هنشوف النادي الاهلي هيشتغل ازاي، وباذن الله ممكن يبقى في تغيير وممكن نبدا زي ما احنا نفضل زي ما احنا. لكن النادي الاهلي كل خطوطه، النادي الاهلي معروف ان هو عنده 11 لعيب بيلعب طول عمره بالجمعيه بتاعته بادائه الواضح لكل الناس، فانت مش محتاج ان انت تركز على خط وخط، لا اللعيبه بتاعته. لكن انت زي ما بقول لك، انت ازاي تقدر تتحكم في نفسك وتقدر تسيطر على المباراه دي، اللي هنشوفها من خلال الماتش ان شاء الله. ويا رب زي ما احنا اتكلمنا مع اللعيبه من يوم المباراه اللي فاتت، ان شاء الله باذن الله. احنا مش عايز انسى ان احنا ماتش الاتحاد يعني ضاع مننا 2 بونت، رغم ان النادي الاتحاد في اسكندريه ونادي كبير جدا، لكن انا يعني احنا ضاع مننا 2 بونت في المسابقه، وده كنا حزن عليها جدا. ما احنا خرجنا اللعيبه وقلنا لهم ان احنا المسابقه طويله محتاجه نفس ومحتاجه هدوء، ان شاء الله باذن الله يعمل حاجه كويسه ان شاء الله. اشكرك جدا كابتن بالتوفيق. شكرا مصر، ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام، ده كان لقاءنا مع كابتن محمد المدرب العام لفريق مصر المقصه. مصر المقصه صاحب الظاهره، يعني زي ما بيقولوا كده هيبقى زي ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الله اعلم، ولكن في مواجهه النادي الاهلي صاحب يعني نقول العدد الاكبر في بطوله الدوري الممتاز. نتمنى ان تكون مباراه تليق بقمه الدوري الممتاز المصري. نشكركم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه. الان عوده سريعه للتحليل واستاد النيل، زميلنا العزيز الكابتن تامر صقر وضيوف الاستوديو التحليلي. شكرا للزميل العزيز محسن محمود، واجراء هذا الحوار طبعا مع الكابتن محمد ابراهيم المدرب العام لفريق مصر المقصه. كابتن علاء، كابتن فتحي مبروك قال ان اجيه هيكون راس حربه ثاني، هل حسين الشحات واحمم الشيخ هيمثلوا خطوره للجبهه اليسرى لعلي معلول واجيه في هذه الجبهه؟ اكيد طبعا، اكيد كابتن حسام عامل حسابه كويس جدا للاطراف المخصصه. هم الاثنين مدربين عارفين طريقه لعب بعض، لكن هو دايما هنقول التنفيذ في الملعب هو اللي هيفرق. اكيد كابتن حسام عامل حساب كويس قوي، اذا كان
للشيخ، واذا كان شحات، محمود وحيد، كل الناس دي الاطراف دي اكيد مقلقه بالنسبه لعلي معلول. زي محمد هاني اكيد هو كابتن حسام عارف خطوره المخص وعارف ازاي بيلعبوا، لكن هو دايما بيقول لتامر الشكل في الملعب هيبقى ايه؟ التركيز ايه؟ انت هتشتغل ازاي في الملعب؟ مين هيقدر يتفوق على مين؟ هي كلها تبقى صراعات فرديه. واضح من الكابتن محمد لو لاحظت كلامه قال لك احنا عندنا طريقتين وهنغيرها السنه دي. هم برده فعل مش فعل، يعني هم بداوا دلوقتي برده الفعل بالظبط. لكن هو كمان محمد تحس ان هو متحفظ في كلامه. هو تامر في حاجه اللي هو عايز يقول النهارده في حاجه في الملعب هتتعمل، او في حاجه غريبه هتتعمل في الملعب. هنبدا بالطريقتين حسب طريقه النادي الاهلي. خلاص يبقى هو طبيعي، هو طبيعي عارف طريقه النادي الاهلي، لكن هو هيبدا بايه؟ الشكل اللي احنا قدامنا ده يبدا بايه؟ زي ما احنا بنتكلم هيبدا، ممكن يبدا بهاني قدامنا 4. يعني هاني سعيد هيبقى قدامنا 4، مش هيبقى في نص الملعب يمين او شمال، يبقى قدامنا 4 بالظبط، وداوود ومحمد وهشام قدامه كاتنين في نص الملعب. دي ممكن هو بيفكر يبدا كده، او بيأمن كويس قوي، وهاني ممكن يشتغل معاه ويشتغل اللعب كويس قوي، وعنده اطراف ايريك واحمد الشيخ ملتزمين قوي بالناحيه اليمين والشمال، وان انا بوكو لوحده. نعم. ممكن او ممكن يلعب يفاجئنا، يلعب زي ما مرسومه كده على الورقه. انت فاهمني؟ فهي كلها هتبان في البدايات، لكن انا متاكد ان كابتن حسام وكابتن ايهاب عاملين حساب بعض كويس قوي، عارفين مفاتيح الفوز بالنسبه للاثنين فين. هل الحلول الهجوميه تتوقف على عبد الله السعيد واحمد الشيخ؟ الاجابه بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن فتحي، هل الحاله الهجوميه للنادي الاهلي تتوقف على عبد الله السعيد والناحيه الاخرى على احمد الشيخ؟ لا النادي الاهلي ما تتوقفش على عبد الله السعيد بس. عبد الله السعيد من اللعيبه اللي رؤيه هايله في الملعب، رؤيه كويسه، ليه النهارده فكر كويس، عنده بيسدد كويس جدا. النهارده عبد الله السعيد مركزه اصلا في وسط تحت راس حربه، يعني تحت راس حربه، لانه بيحب الحته دي وسجل اهداف للنادي الاهلي من الحته دي. يعني في تحرك عمرو جمال، في تحرك مروان محسن، في تحرك اجاي، كان عبد الله السعيد من نص الملعب بالحته دي كان بيقدر بيستغل تحرك راس حربه ويقدر يسجل اهداف، وسجل اهداف هنا للنادي الاهلي، هدفين. عبد الله السعيد رؤيته في الملعب كويسه جدا. عبد الله السعيد من النوع اللي بيفهم رتم المباراه، الريتم عايز رتم سريع في الثلث الهجومي ولا عايز رتم هادي، فعبد الله عنده خبره كويسه قوي في الحته دي. احمد الشيخ بيمتاز دائما بيلعب في الجنب، يعني احمد الشيخ دايما تلاقيه في الجنب اليمين مميز في الحته دي. احمد الشيخ بيحب في الثلث الهجومي يراوغ عشان يقدر يرفع اوفر، عشان يقدر يخش بمنطقه الجزاء وياخد ضربه جزاء. فلما تيجي تعمل مقارنه، لا هتلاقي عبد الله السعيد في وجهه نظري، عبد الله السعيد قياده للنادي الاهلي، يعني قياده كويسه للنادي الاهلي، قياده في وسط ملعب النادي الاهلي، رؤيته حلوه قوي، اصبح ليه دور دفاعي. يعني عبد الله من الناس اللي كمان دلوقتي ليها دور دفاعي، بتدافع كويس قوي. نعم. احمد الشيخ بيستنى الفرص، يعني احمد الشيخ بيستنى الفرص. ولكن السنه دي احمد انا شايف مستواه الفني كمان السنه دي ما شاء الله عالي جدا جدا من الناحيه الفنيه. نعم. دايما وابدا كابتن علاء، الهجمه من النادي الاهلي بتبدا من خلفه، وبناء الهجمه بتبدا من خلف، بتبدا من عند احمد حجازي، وبتبدا من الناحيه الاخرى من عند احمد مودي او احمد سامي المتواجد النهارده في ظل طبعا غياب احمد سامي في المباريات الماضيه طبعا ليتر. هل احمد حجازي واحمد مودي لو ايضا المقارنه بينهم هما الاثنين هتضع الافضليه لمين؟ لا ما فيش افضليه، يعني حد على حد، يعني كل واحد ليه مميزاته وكل واحد ليه عيوبه، يعني فهمني، لكن مش شايف لو خدت المنظومه كلها. لا ممكن تحس الاثنين متقاربين قوي، يعني انا بحس ان هم بتكلم في مباراه النهارده مش على طبعا انا بتكلم في مباراه عندك حسين الشحات ومحمد هاني، عارف محمود وحيد وعلي معلول، هنقارن واحد بواحد. لا انا بتكلم على المنظومه، بنتكلم على المنظومه النهارده. لا ما احس ان هم لا قريبين، مش ما فيش حد افضليه على حد. شايف ان هم الاثنين 2-1 تقريبا، الاثنين 1 يعني. لكن على فكره الهجمه مرورا بحجازي، بس مرورا بلازم عاشور، بلازم فتحي، بلازم عبد الله. يعني كنا زمان نقول مرورا بحسام غالي، ده لازم هو اللي بيوصل على كل هجمه. الوقت حسام غالي مش موجود، حس كمان اضافه لكلام كابتن فتحي على عبد الله. عبد الله اوقات كتير بقى وبينزل شويه في نص الملعب، لان هو عنده رؤيه كويسه قوي في الملعب، عنده بص يعني مضمون، يعرف يعمل باص كويس قوي، هو دايما بيجي من خلف الامام، فهو حاسس ان كمان عدم وجود حسام هو بيحب ينزل، ممكن يساعد في المنطقه دي مع حسام عاشور واحمد فتحي. ان احمد فتحي وعاشور احنا عارفين هم يعني دفاعيا اكتر، لكن حتى فتحي بيزيد شويه عن عاشور، فهو دايما بينزل في نص الملعب بيزود الحته دي شويه. نعم. كابتن فتحي دايما وابدا كانت التوأمه او كانت الزماله مع حسام عاشور، يا اما حسام غالي يا اما السوليه يا اما في بعض المباريات كريم نيدفيد. النهارده اليوم احمد فتحي، لو عقدت لي مقارنه بين احمد فتحي والثلاثي الاخر
بص احمد فتحي يعني من النوع للعيب الجوكر. احمد فتحي يلعب ظهير ايمن، احمد فتحي يلعب وسط ملعب، احمد فتحي يلعب ستوبر، ومنتخب مصر يمكن انا فاكر فتره من الفترات لعبوا ستوبر ولعب ظهير ايسر ولعب مساء مع ستوبر يعني ولعب ظهير ايسر. نعم. فاحمد فتحي عنده مقومات للعيبه اللي تقدر تلعب في كذا مركز. ليه؟ الولد من النوع اللي اولا فت ما شاء الله كويس جدا، سيبك بغض النظر عن السن والكلام من ده، روحه القتاليه عاليه جدا، بينفذ فكر المدرب. يعني احمد فتحي في ماتش الشرقيه، احمد فتحي شوف الانطلاقه من وسط الملعب بعد ما عبد الله السعيد اتلعبت له من وليد سليمان في الجانب الشمال لعبد الله السعيد، شوف احمد فتحي انطلق منين وسجل هدف رائع. كم مره بتشوفها لاحمد فتحي في المباراه يا كابتن؟ احمد على طول، وممكن يشتغلها النهارده. يعني احمد النهارده لان هو عنده الفكر ده، وعنده دايما بيحب اولا يسدد على المرمى، بيحب دايما ينطلق، بيحب دايما حتى في مركز الظهير الايمن بيحب يدخل لجوه عشان يشوط برجله الشمال وسجل اهداف منها. يعني احمد فتحي مميز في الحته دي. فانا شايف ان وجود احمد فتحي في وسط الملعب بيحل مشكله كبيره جدا للكابتن حسام فعلا، انه برضه عنده دور دفاعي. احمد فتحي شرس في الناحيه الدفاعيه مع حسام عاشور، تحس ان في تقل دفاعي، في تقل دفاعي طبعا بعد اصابه كابتن حسام غالي، ففي تقل دفاعي في الحته دي بعكس كريم نجم. يعني كريم عنده طابع هجومي كويس، ولد كويس في الحته الثلث الهجومي كويس، عنده حاجات كويسه يقدر، وعنده تسديدات يقدر، ولكن في الجانب الدفاعي انا شايف ان احمد فتحي ينفعك في المباراه دي اكتر من كريم ندفد. احمد فتحي من الناحيه الدفاعيه. احمد داوود، هاني سعيد، هشام محمد هيكونوا تقال على حسام عاشور واحمد فتحي؟ ما انا بقول لك في بدايه كلامي، المباراه النهارده مباراه جوه مباراه، مباريات جوه مباريات. نص ملعب ده ثنائيات كتير جدا. الثلاثه في المخصص هيقابلوا اثنين في الاهلي، لان انا متاكد ان زي ما بقول لك هاني هيبقى قدام الاربعه على طول، هيقابل اثنين. ما تقدرش تقول مين هيتفوق على مين دلوقتي، هتستنى تشوف ايه اللي بيحصل في الملعب. لكن هما الاثنين كل وسط ملعب هنا في ميزه وهنا في ميزه. في حد هينزل يساعد احمد فتحي وحسام عاشور؟ اكيد اكيد في دور لعبد الله السعيد هينزل، اكيد في دور لوليد، وليد بيعملها كويس على فكره جدا، ان هو بينزل يساعد، حتى لو مش يساعد في القلب ممكن يساعد تحت قدام معلول. النهارده مش هتلاقي ناس كتير من النادي الاهلي مستنيه كره قدام، يعني ممكن تلاقي بس مروان بس كويس، ممكن تحتيه اجاي، لكن ممكن تلاقي وليد بينزل تحت، عبد الله السعيد بينزل تحت، لانه يهمه جدا كابتن حسام ما يمسك لما يقطع الكوره حتى يبقى في مساحات يقدر يشتغل عليها ويقدر يطلع عليها، هتبقى دايما غلبه الاجاي، او دايما التميز لاجاي ان هو يستنى شويه، ووليد بينزل في نص الملعب. وليد على فكره ما شاء الله مستواه هايل ومجهوده كويس جدا في المباريات دي، بيفرق. عبد الله السعيد اكيد مش هيسيب الحته اللي عند حسام عاشور واحمد فتحي، الحته تحتهم دي فاضيه، لان ممكن احمد سامي او ممكن مودي يزيد عليك هيعمل قلق. واكيد كابتن حسام يتكلم في النقط الصغيره دي يا تامر، لان النهارده الافضليه كلها في المباراه مرتبطه بنص ملعبك، مش اي حد تاني. ولا وليد ولا اجاي ولا هنا ولا احمد الشيخ ولا حد خالص، هي نص ملعبك هو اللي هيديك الشكل النهارده، دفاعيا كويس وهجوميا كمان. هو هيديك، انت شكلك عندك استحواذ ما عندكش، انت بتدافع كويس ما تدافعش، انت خطر ولا مش خطر. هو النهارده نص الملعب اللي هيديك النهارده مؤشر المباراه بالنسبه للاثنين، مش بتكلم عن النادي الاهلي، بتكلم عن النادي الاهلي وبتكلم على المخصص. ازاي يقدر النادي الاهلي يستغل المساحات اللي خلف محمود وحيد وحسين الشحات؟ هو طبعا هنا يمكن هو حاطط اسطوبرين، احمد مودي واحمد سامي، الاثنين محطوطين، وهنا قطعا هيستفاد بمقومات هاني سعيد. هاني سعيد كان طبيعته ستوبر يا كابتن تامر، كان طبيعته ستوبر. هتلاقي هاني سعيد قريب قوي زي ما الكابتن علاء بيقول من خط الظهر، ليه؟ لو اتحطت الكره في خلف مثلا محمود وحيد الظهير الايسر، ممكن احمد مودي يطلع، يبقى هاني سعيد يقدر يبقى يلعب ستوبر تاني، فيقدر يستفاد منه كابتن ايهاب جلال. الحاجه الثانيه هيقدر يستفاد من هاني سعيد النهارده في رقابه عبد الله السعيد، اللي هو الراس الحربه الثاني اللي تحت مروان محسن، ممكن وارد جدا، عشان كده هو حاطط 3 في وسط ملعب منهم هاني سعيد. هاني سعيد مقوماته انه يقدر يلعب الحته دي، ويقدر الحته دي كويس، يقدر تتغطى الجناب زي ما قلت لك. اذا كانت من ناحيه حسين الشحات اتضرب يبقى احمد سامي بيطلع، يبقى هاني سعيد بيقدر يسقط كستوبر تاني، وهشام محمد واحمد داوود يقدروا ينزلوا 2 ديفندر، بحيث ان يبقى الجناب متغطيه. عشان كده هو بيستفاد بوجود هاني سعيد. هاني سعيد يبقى ثالث ولا يرجع ليبرو؟ لا، هيبقى ثالث زي ما قلت لك، في مواقف زي ما قلت لك، اذا كانت الكوره في استحواذ للنادي الاهلي هينزل قدام خط الدفاع عشان يلعب مع عبد الله السعيد، لان مين اللي هيلعب مع عبد الله السعيد؟ مش هتلاقي حد، فلازم هاني سعيد هينزل يلعب مع عبد الله السعيد عشان احمد داوود وهشام محمد يقابلوا حسام عاشور واحمد فتحي. لا. ليه إيريك تراوري مش باولو مفوافي؟ باولو مفوافي مزعج اكتر من إيريك تراوري. إيريك عشان إيريك عنده نواحي دفاعيه اكتر مثلا. لسه كنت هقول لك، لان كابتن ايهاب بيعتمد على ايريك واحمد الشيخ ان هم هينزلوا يقفلوا،
يعني النهارده احمد الشيخ مش هتلاقيه زي الماتشات اللي فاتت مستني ياخد الهجمه مرتده ويكملها هو، هتلاقي الاثنين بينزلوا كويس قوي بيقفلوا الاطراف. ما انا بقول لك يا تامر النهارده هما الاثنين بيحاولوا يقفلوا كل الثغرات اللي ممكن تشتغل منها انت كنادي اهلي او كمخصص. تراوري دفاعيا قوي جدا، يعني حتى في دفاعاته يعني غلس بمعنى صح. احمد النهارده الشيخ هينزل مش هيبقى مستني، هيسيبه بس ان انا ابوكو هنا. ده بالنسبه للمخصص. بالنسبه للنادي الاهلي زي ما انا متوقع بقول لك برضه وليد هتلاقيه تحت شويه، اجاي تحت ليه شويه، وهتلاقي مروان محسن لوحده. هو النهارده مش عايز كل اثنين مدربين وكل اثنين مدربين فنيين يدي مساحه للثاني، هو بيبعد ان ازاي حد يلاقي مساحه، وليد يستلم في مساحه، عبد الله السعيد يلاقي المساحه اللي دايما بيدور عليها. ما هي كلها النهارده انت بتحاول تدور على مساحات تديك انت التفوق. ما النهارده انت عايز مين يعني نقاط القوه عندك مين؟ واحد زي عبد الله السعيد تلاقي مساحه يقدر يشتغل فيها، اجايل على الطرف الشمال يلاقي مساحه يقدر يشتغل فيها مع معلول يعملوا جبهه، نفس الكلام عند محمد هاني. هو النهارده كلها انت بتحاول تلاقي تشوف الثغره او المساحه تشتغل عليها. هو على الجانب الاخر عايز يقفل لك كل الثغرات وكل التميز اللي عندك. النهارده المباراه مش سهله بالنسبه لاثنين مديرين فنيين، خصوصا ان كل واحد عنده نقاط قوه جامده جدا، لو ثابت هتعمل مشكله للثاني ده وانت مغمض خالص. كان في فتحي لو اخذنا مقارنه بين المساحات اللي خلف محمود وحيد وبين حسين الشحات والمساحات اللي خلف محمد هاني وعلي معلول، حضرتك قلت وذكرت ان هاني سعيد اللي هيغطي المساحات دي في مصر المقاصه، مين اللي هيقدر يعملها في النادي الاهلي؟ بص عندنا ميزه كويسه جدا في حته وسط الملعب، يعني خلينا برضو في واقعيه. احمد فتحي اذا كان الجانب الايمن محمد هاني بيهاجم، احمد فتحي عنده الملكه وعنده القدره ان هو يقدر يقفل الجنب ده، يقدر يقفله كويس قوي. سعد سمير ايضا مميز في الحته دي، يعني سعد سمير دايما لما الجنب ده بيتضرب سعد سمير تلاقيه دايما هو اللي قافل الجنب ده. فعندنا الحته دي فيها مرونه، ما فيهاش قلق، يعني ما فيها مرونه بحيث ان احمد فتحي حتى لو قفل الجنب اليمين وكان محمد هاني مضروب لقدام، هنا عبد الله السعيد بيقدر ينزل، لان عبد الله السعيد عنده مقاومات دفاعيه يقدر ينزل وسط الملعب بحيث ان احمد يقدر يقفل الجنب ده. حسام عاشور ايضا بيمتاز، وليد سليمان دلوقتي ما شاء الله مميز في الجوانب الدفاعيه بيقدر يقفل ورا علي معلول، لان طبيعه وليد حتى وليد في بعض المباريات لعب يمكن ظهير ايسر، كان في تغييرات بتحصل بيلعب ظهير ايسر، فهو عنده الملكه دي وعنده المقاومات دي. فالوسط ملعب النادي الاهلي عنده مرونه، الكابتن حسام البدري بيقدر يعملها ان الاثنين يقدروا يغطوا علي معلول ويقدروا يغطوا محمد هاني سواء باحمد فتحي او سواء بوليد، وزي ما قلت لك عبد الله السعيد لو نزل يبقى وسط ملعب مدافع مع حسام عاشور. الضربات الثابته خطر على النادي الاهلي، خاصه لو ذكرى الموسم الماضي احمد سامي وعندك الشيخ كمان النهارده واحمد الشيخ. بالظبط، النهارده ضربات ثابته مهمه جدا بالنسبه للاثنين، مش لازم قريبه كمان يا كابتن تامر، حتى الاطراف اللي بعيده شويه بتتلعب كويس قوي، اذا كان احمد الشيخ اذا كان احمد سامي كمان، حتى مش بيعملها في الجول بيعملها خطر جدا في قلب مين بيستغل ضربات الثابته اكتر، مصر المقاصه ولا الاهلي؟ لا النادي الاهلي مميز في ضربات الثابته اكتر. انا عندك عبد الله السعيد وعندك معلول كمان مميز جدا، وليد سليمان وليد حتى معلول دلوقتي بقى كمان في الضربات الركنيه بقت مقلقه لاي فرقه. انا بعملها مش ضربات ثابته بس، بتكلم في حتى في الجمل في الضربات الثابته. انا بقول لك كمان لا النادي الاهلي مميز فيها اكتر اكتر من المقاصه شويه، افضل كمان. نعم. طيب هرجع لخط الوسط، لان عايز اتكلم كتير بالنسبه لخط الوسط الاثنين، يعني احمد داوود هاني سعيد هشام محمد. عندهم هاني سعيد حضرتك كما ذكرت هو الامور الدفاعيه، هشام محمد وانت تعلم جيدا هشام محمد هيكون له امور هجوميه وهيقدر ينزل يساعد مع ايريك تراوري واحمد الشيخ مع نانا بوكو. هو احنا سمعنا طبعا المدرب العام لنادي المقاصه قال ايه؟ قال التغيير هيحصل تغيير طريقتين. تغيير الطريقتين هو النهارده يمكن حاطط اثنين على الاطراف، ايريك تراوري واحمد الشيخ ونانا بوكو كراس حربه. هو عنده العمق هنا فاضي، يعني عنده العمق فاضي. الاثنين دول لو لعبوا على الاطراف احمد الشيخ وايريك تراوري على الاطراف هتلاقي حته العمق فاضيه، لان نانا بوكو هيبقى داخل في منطقه ال 18 معاه سعد سمير ومع احمد حجازي، فلازم يملى الحته دي. المميز في الحته دي وطبيعته كلاعب في الحته دي، انا شايف ان هشام محمد ممكن هو اللي هيستثمره كابتن ايهاب جلال ان هو يكمل في الحته دي، على اساس ان هشام برضه له رؤيه، بتبقى ليه رؤيه حلوه قوي في الحته دي. وهو عنده الطابع الهجومي، طبيعته مش ديفندر وسط ملعب هشام على فكره، طبيعته بيحب دايما يهاجم، فممكن الكابتن ايهاب جلال يستثمره في الحته دي. السؤال الاخير في 40 ثانيه، هل في مهاجم بيصنع الخطوره لنفسه كابتن علاء؟ ومين اللي متواجد فيهم النادي الاهلي؟ هل مروان محسن ولا اجاي؟ اجاي يعرف يعمل الخطوره نفسه، مهاجم وليس لاعب طرف. هو اللي هيعتمد عليه الكابتن حسام النهارده. مش هيعتمد على انطلاقاته خلف مروان، ده مهم جدا النهارده. يعني مروان مقلق وكل حاجه وياخد الناس كلها، لكن اللي يعتمد عليه النهارده في الاماكن الفاضيه يبقى جاي، وبعديه على طول عبد الله السعيد. السؤال الاخير 5 ثواني، افضل لمين؟ 60 40 50 50؟ لا الاهلي 60 40.
كابتن علاء طالع مع كابتن فتحي 60 40. اذا مشاهدينا الكرام نذهب سريعا نشاهد الشوط الاول من هذه المباراه، مباراه مصر المقصه والنادي الاهلي في ختام اليوم الثاني من الاسبوع ال13 مع الزميل العزيز محمد عفيفي الخبير الشريف. ابقوا معنا. شكرا للزميل العزيز محمد عفيفي للتعليق على احداث الشوط الاول من هذه المباراه. في شوط اول لا يستحق فيه النادي الاهلي التقدم ولا يستحق مصر المقصه التاخر بهدف مقابل لا شيء عن طريق عبد الله السعيد من ركله جزاء في الدقيقه 22 من عمر هذا الشوط، وسط ركله جزاء مثيره للجدل لفريق النادي الاهلي. كابتن فتحي، ركله جزاء مثيره للجدل لا احد يعلم اين، وركله جزاء اخرى مثيره للجدل ايضا لمصر المقصه. لكن هكلمك في المباراه، لا وجود لاجاي لا وجود لمروان محسن، الافضليه كانت لمصر المقصه اول 15 دقيقة. هو يعني انا لو اتكلمت عن الشوط الاول ابتدى يمكن بريتم سريع من النادي الاهلي، كان بيعتمد على انطلاقات اجاي في الجانب الايسر وابتدى يلعب عليه، ابتدى عبد الله السعيد يلعب عليه، ابتدى احمد فتحي يلعب عليه، ولكن استنفاذ مجهود اجاي في الناحيه الدفاعيه هيؤثر كثيرا على الناحيه الهجوميه. يعني حتى هو مش متواجد في الناحيه الهجوميه بكثره دلوقتي، هو كل دوره انه بينزل لحسين الشحات عشان يقفل الجنب مع علي معلول، فاصبح دوره النهارده دور دفاعي بحت، مش هتستنفذ مجهوده في ان هو ينزل السبرنت ال 40 متر 50 متر، ولكن وجوده في الناحيه الهجوميه انا شايف ان هو كويس. حتى في الضغط الامامي من لعيبه النادي الاهلي بتضغط. مين اللي بيضغط؟ لو تلاحظ الصوره حتى بعد كده هتلاقي ان عبد الله السعيد ومروان محسن الاثنين اللي بيضغطوا، وجاي نازل ال 30 متر او ال 40 متر سبرنت عشان يقفل الجنب ده مع عليه. فهنا في استنفاذ لمجهود اجاي ان هو مش مؤهلاته. هو انت النهارده الراجل ده في الصندوق، النهارده الراجل ده فرود، النهارده الراجل ده تستغل سرعات، هو عبال ما بيطلع خلاص بيبقى المجهود بتاعه قل كتير قوي. الحاجه الثانيه يمكن النادي الاهلي فيه ارتباك شويه في وسط الملعب. ليه؟ لعيبه المقصه بتضغط، لعيبه المقصه بتضغط كويس في الحته دي، فبيلعبوا بريتم النهارده الضغط كمان على لعيبه النادي الاهلي مش بيدوا فرصه، ففي ميس باس كتير قوي من لعيبه وسط الملعب في النادي الاهلي. ولو جينا بصينا على تكتيك النادي الاهلي بتلاقيه بيلعب بالطريقه اللي احنا بنقول عليها 4-2-3-1، بعكس نادي المقصه النهارده مخصص هاني سعيد زي ما قلت لك بين الاسطورين بين احمد سامي وبين احمد مودي، فاصبح هو بيلعب ب3-4-3 في الناحيه الهجوميه، 3-4-3 في الناحيه الهجوميه، وبيرجع في الناحيه الدفاعيه بيبقى 5-4-1. نعم. يعني بيسيب نانا بوكو قدامه وبينزل باربعه في وسط ملعب وخمسه في خط الظهر، بحيث ان هاني سعيد يقفل ثغره زي ما قلت لك الانطلاقات من عبد الله السعيد. نعم. قبل ما نروح للكابتن علاء سريعا، ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ انا شخصيا مش عارف هو حسبها ليه. هل لمست ايد الراجل اللي ضغط على محمد هاني؟ هل النهارده حصل عرقله لعبد الله السعيد من هشام محمد؟ ما حدش عارف دي ليه. يعني احنا مش قادرين هنا في الاستوديو التحليلي مش قادرين نقول دي ليه. والناحيه الاخرى مصر المقصه ضربه جزاء في ايد احمد الحجازي. والله بص دي بقى انا يعني ما شفتهاش قوي، ولكن الصوره اللي كانت واضحه نعم. عبد الله السعيد هو عامل ايده كده نعم. كابتن علاء، واضح ان التكتيك من الاول بالنسبه للكابتن ايهاب، انا هكلمك طبعا عن ضربه الجزاء بس اشوف الاول تكتيك كابتن ايهاب جلال. كان واضح ان هاني سعيد واحمد داوود هم اللي بينزلوا من قلب الدفاع في الحاله الهجوميه، وبيسيب حسين الشحات ومحمود وحيد. ده كان اول ربع ساعه وضغطوا على النادي الاهلي، وكان النادي الاهلي يعني متوقف تماما من اول 20 دقيقه بالظبط. يمكن انا قلت لك في الاول خالص ممكن المقص يبدا بهاني سعيد باربعه وهاني سعيد قدامهم، وده تقريبا اللي حصل في المباراه الشوط الاول ككل. كويس؟ بدا يعني كابتن ايهاب عمل حاجه حلوه بصراحه، وخلى الاستحواذ اكتر للمقصه، يعني سيبك من الخطوره مش قويه، لكن هو الاستحواذ اكتر للمقصه. صحيح. عامل هاني سعيد بينزل في نص الملعب، مفيش خطوره كابتن، مفيش خطوره، دي حقيقه. كويس؟ بيعمل هاني سعيد بيرجع زي قلب دفاع ثالث، بيدي حريه لاحمد مودي، بيفتح خالص الملعب، واحمد سامي يفتح كمان الملعب، بيزق حسين الشحات لقدام، محمود وحيد لقدام، فبتضطر لعيبه الاهلي بترجع معاها كلها ورا، ما مش هينفع. زي ما بقول لك هو النهارده ما فيش حد هيسيب حد. يعني احنا شفنا اجاي راجع لحد الشيف اكرامي، وليد حصل نفس الكلام مع ايريك تراوري، حصل نفس الكلام مع احمد الشيخ. هو كده الاطراف النهارده بترجع تدافع لحد نص الملعب، لكن هو المخصص عاملها كويس. لازم نتكلم الحق. المخصص عاملها كويس. انا سعيد استحواذ، احمد داوود بيتحرك كويس قوي، هشام، ودي نقطه تفاوت بتاعت المخصص في الشوط الاول كله يا كابتن تامر. صحيح. استحواذ كامل الكوره، بيستعملوا الجبهات كويس، لكن النادي الاهلي بيعمل دفاع كويس قوي، التزام دفاع من وليد، من اجاي، من احمد فتحي، من عاشور.
لكن الشوط كله الخطوره قليله جدا فيه. هو الشوط الاول اول 20 دقيقه كان مصر المقص هو الفعل والاهلي كان رد الفعل بالظبط ودايما دايما الكوره مع المقصه، والاهلي حتى الاهلي بياخد الكوره كابتن حسام حتى حاجه مع الصراحه بتفقد الكوره بسرعه، المفروض لازم تهدى شويه، بتفقد الكوره بسرعه ما بتلحقش، لعب لمسه 2 بتتفقد، لمسه 2 مع الضغط بتضيع منك، هي دي المشكله. الكوره الوحيده اللي عملها النادي الاهلي في الشوط الاول الجماعيه اللي جه منها ضربه الجزاء، الكوره اتعملت ممتازه بين عبد الله بن وليد بن هاني محمد هاني، اتعملت بالعرض. انا لحد الان اللي انا متاكد منه هو حسبها قبل ما تسالني، بس هو حسبها على دي بيسبك يا بتاع يعني بص دي يا تامر معموله جمله ممتازه وبنشوفها كتير جدا في مباريات، واضح ان كابتن حسام بيعتمد عليها كويس قوي، اتعملت كويس قوي. لكن انا من وجهه نظري هو واقف جنب عبد الله السعيد وواقف جنب هشام محمد، هو حاسبها على الثانيه اللي انا برضو عشان خاقل للحق، هو حاسبها على دي، انا بقول حاسبها على دي، انا حاسبها على عبد الله السعيد عاقل عبد الله السعيد، بس هم لمس عبد الله السعيد. انا بقول لك هو حاسبها على دي يا تامر، انا ما بتكلمش، انا بقول حسب ضربه جزاء. مصر المقصه دي ضربه جزاء احمد حجازي، انا ما شفتهاش دي. طب ما تشوفها تاني، طب نشوفها تاني. احمد حجازي بعدين جت في جدل كتير في اللقطه ساعه اللعبه كانت سريعه، عايزين نشوفها. هل اللقطه دلوقتي نشوفها؟ بس عايز اقول لك بص يا تامر، هي انا رايي اتحسبت على الثانيه، انا عايز اشوف دي بس كويس، ما هو مش باينه هنا، عايزين نشوفها في الشاشه دي. هي خليه تاني ويرجع. ايوه دي ايد بالظبط، دي ايد احمد حجازي وصدر عبد الله السعيد محمد هاني عفوا، ده احمد حجازي. استنى قصدي على دي اللي قبل دي عبد الله السعيد، عبد الله السعيد الايد دي اللي جت في الكوره برضه ما تبانش قوي، ما تبانش برضه مش واضحه. انت برضه تبص فين الحكم؟ هل الحكم النهارده واقف الوقفه الصح عشان يشوفها ولا مش واقف الوقفه الصح؟ يعني وقفه الحكم مهمه جدا، لو جبت اللقطه شوف الحكم واقف فين، هل يشوفها فعلا ضربه جزاء ولا لا؟ ممكن نعمل بعد كده تليفون نشوف الموضوع، لكن عايز اتكلم على تشكيل النادي الاهلي. ممكن الكابتن حسام بدري يغير في الاداء، ممكن ينزل مؤمن زكريا على حساب مروان محسن ويرجع الامور الطبيعيه بتاعته تاني، اجاي يبقى راس حربه. انا بقول كده ان ممكن مؤمن زكريا هيلعب ويلعب اجاي راس حربه ويطلع مروان محسن، لان مروان محسن برضه خلي بالك الانتاج، انا شايف انتاجه يمكن مش عالي قوي، وزي ما قلت لك استنفاذ مجهود لغايه في حته الجنب الشمال هتتعبه جدا. انت عندك تقدر تحط وليد في الجنب الشمال يبقى مع علي معلول، وتقدر تجيب مؤمن في الجانب الايمن، يبقى الاثنين يقدروا، والاثنين عندهم قوه هجوميه كويسه. ولكن زي ما قلت لك جاي في استنفاذ كتير قوي، المقابل ان الكابتن ايهاب مفرغ زي ما قلت لك حسين الشحات، ومفرغ ايضا محمود وحيد، والاثنين شغالين بصفه مستمره، لانه مامن خط الدفاع بثلاثه، بيلعب بثلاثه في خط الظهر، فمفرغ الاثنين حتى الظاهرين ان هم هيهاجموا النادي الاهلي، ففي كثافه قدام من فرقه المقصه. فالكابتن حسام انا واثق تمام الثقه انه هيغير في طريقه الاداء وهيغير في التشكيل. ده التغيير الطبيعي. هو التغيير الطبيعي كابتن حسام عودنا عليه لما بيحصل تأزم مش تأزم في الموقف، تأزم في طريقه اللعبه نفسها، كابتن حسام بيلجأ للتغيير ده على طول بيعمله. لكن هو النهارده المشكله كمان في حاجه تامر، المباراه النهارده محتاجه مجهود بدني مش طبيعي. انت الفرقتين يعني خد بالك الشوط الثاني البدنيا اكتر هو اللي هيديله تفوق. طب عايز اكلمك على التغيير بالنسبه للكابتن ايهاب جلال. الكابتن ايهاب جلال ممكن يدفع ببالو مفاف ويرجع للطريقه القديمه ويلعب ايريك تراوري ان هو يلعب تحت واحد، يطلع واحد يا اما هشام محمد يا اما احمد داوود. هو سعيد هو ولا حاجه. كابتن ايهاب انا يعني كابتن ايهاب من وجهه نظري هو عاجبه الاداء كده، هو عاجبه ان هو معاه استحواذ، ممكن يقول لك الاهداف ممكن تيجي زي كره هشام محمد اللي عملها خلف المدافعين حسين الشحات اللي اتعملت بالعرض واتشاطت، ما دي كانت خطر جدا على النادي الاهلي. هو بيلعب على دي، هو كابتن ايهاب يهمه ان هو يبقى مستحوذ، بيقول لك انا مع الاستحواذ ممكن اعمل خطوره، لكن مش عايز يفقد الحته دي. لو خرج هشام ولاعب فيرود حته الاستحواذ في نص الملعب، ما انت هتضطر تعمل ايه؟ انا سعيد بقى خلاص في نص الملعب، انت مش هاني سعيد، مش دي ايريك تراوري زي المباراه الماضيه حطوا ايريك تراوري قدام الاثنين كويس، لكن وقتها هشام مع هاني فين؟ هيبقى نص ملعب اساسي، مش هيبقى عنده الحريه ان هو ينزل مع الاثنين المساكين ويبدا لك الهجمه ويبقى زياده عنده. هو من وجهه نظري كده ممكن يرجع للتغيير ده يا تامر بعد مرور مثلا 20 25 دقيقه، اللي هو خلاص الامور كده مش يعني استحواذ بس مش نافع. من الجانب الاخر اصل اثنين مدربين يعني فاهمين بعض كويس قوي بيلعبوا بعض بامتياز حتى في الشوط الاول، وعندهم ادوات. اكيد كابتن حسام طول الوقت بيفكر ازاي يخلص من حته استحواذ المخصص، وعنده كابتن حسام عنده كتير جدا. وحصلت في خلال المباراه لو حتى كنا بنتفرج انا وانت وكده كابتن فتحي جاب اجاي ناحيه اليمين فتره وودى وليد هناك. هو كابتن حسام بيحاول ان ازاي حته نص الملعب او حته الزياده بتيجي نص الملعب دي تبقى بالنسبه له هو ميزه ان هو يعمل ضغط كويس قوي ويبدا يعمل على الهجمه المرتده. الكابتن حسام يقدر يغير امتى؟ اول الشوط الثاني
لا انا واثق ان الكابتن حسام ممكن يغير بعد ربع ساعه. بعد ربع ساعه. بعد ربع ساعه ياخد برضو الجانب الهجومي من مروان محسن وجاي ويشوف الجو هيمشي ازاي، ويشوف الناس فعلا واقفه على رجلها صح. مروان محسن، هل النهارده مروان محسن هيقدر بكميه الاسبرنتات اللي كان بيجريها في الضغط على الاستوبرات، هل هيقدر يكمل ولا مش هيقدر يكمل؟ مش هيقدر يكمل يبقى هيغيره. وزي ما قلت لك ممكن يحط هنا مؤمن زكريا، لان مؤمن زكريا بيعتمد عليه برضو كابتن حسام البدري في الناحيه الدفاعيه وفي ايضا الناحيه الهجوميه. بعد ربع ساعه عشان الامور النفسيه لمروان محسن، ولا بعد ربع ساعه عشان الامور النفسيه لمروان محسن؟ مش الامور النفسيه، الامور البدنيه. هل مروان محسن هيستحمل الضغط على 3 استوبرات؟ ودلوقتي ما هو ساعده كمان عبد الله السعيد، لو تلاحظ في خلال يمكن ال10 دقائق الربع ساعه الاخيره ان هو وعبد الله السعيد هم اللي بيضغطوا دلوقتي. هم اللي بيضغطوا، لان مروان محسن ما يقدرش يستحمل كميه الاسبرنتات على 3 استوبرات. لا الكره اللي جاب منها ضربه الجزاء للنادي الاهلي تتكرر كتير في النادي الاهلي، خاصه بالزبط. بين الظهير الايمن او الظهير الايسر وقلب الدفاع. بالظبط. هيعملها شوط ثاني كابتن حسام برضه. لو استنى، اللعبه دي جت ازاي يا تامر؟ يمكن الكره الوحيده النادي الاهلي فيها نقل بسرعه وتحرك، ما هو انت بتنقل بسرعه بتاخد المساحه. بص اتنقلت صح هنا، بص لمسه وليد لعبد الله، كان هاني سرق خلاص الناس كلها، بس هي دي. ما انت بتعتمد ان انت مستحوذ على الكوره كويس، تحرك كلها لمسه واحده، هي دي الصح. طول ما انت مستحوذ وبتقدر تلعب من لمسه واحده وتتحرك هتلاقي المساحات دي كتير، بس هو لازم تستحوذ على الكوره، لازم تستحوذ عليها كويس زي اللعبه دي بالظبط. وليد عبد الله جايب وشه شايف هاني اتحرك، كلها لعبه جميله تعمل كتير جدا جدا، اذا كان من محمد هاني اذا كان من احمد فتحي. واحمد فتحي على فكره لو تلاحظ اللقطه دي بالظبط، وليد مسك الكوره ودخل بيها حطها لعبد الله السعيد، واحمد فتحي منطلق من وسط الملعب المدافع، منطلق وجاب منها هدف رائع في ماتش الشرقيه. طبعا يعني العمليه هي ربط بين اللعيبه فاهمه بعض. يعني واحد زي وليد النهارده اول ما يدخل كده مين اللي بيتحرك له؟ ما بيتحركلوش راس حربه، لا عبد الله السعيد من بعيد بيتحرك له، لان عبد الله ليه رؤيه كويسه، وليه تحرك كويس. عبد الله بيحطها، حطها النهارده لمحمد هاني، حطها قبل كده لاحمد فتحي المنطلق. هي دي ماتش الشرقيه دي مباراه الشرقيه. بص يعني عبد الله دايما هو اللي ليه رؤيه حلوه، يقدر النهارده يخلق لك فرص، يقدر النهارده يحط لك في مكان فاضي، يقدر يشوف اللي بيتحرك صح بيقدر يحطها له. فالنهارده اتكررت محمد هاني وجات منها ضربه الجزاء، ايضا في ماتش الشرقيه محمد فتحي سجل منها، احمد فتحي سجل هدف رائع منها. المخصص عملها برضه عشان بس نتكلم في يعني في الفرقتين. المخصص عملها مع حسين الشحات النهارده، الكره اللي عملها هشام محمد برضه استحواذ، المساحه بانت، عملت لحسين الشحات رأس معلول وعملها بالعرض اللي هو شاطها الشيخ. فهي دايما بقول لك المدير الفني بيدور ازاي توصل للمساحه المؤثره يا تامر، اذا كان هنا واذا كان هنا. نعم. حسين الشحات احمد الشيخ جبهه اجايو وعلي معلول متفوقه، حتى هو رمى احمد الشيخ في بعض فترات المباراه في حوالي 10 او 15 دقيقه الناحيه الثانيه ناحيه وليد سليمان، وعايز يحرر احمد الشيخ باي طريقه. كابتن ايهاب جلال، هو طبعا احمد الشيخ ملتزم بالجانب الايمن مع حسين الشحات، يعني ملتزم. بيبتدي احيانا لما بيتحرك جوه حسين الشحات بيطلع من ظهره، يعني عشان برضه يخلق مساحات. فاحمد الشيخ مميز برضه في التحرك على فكره، يعني مش ملتزم حتى في الخطوط، بيتحرك لجوه، لانه هو عنده ميزه مروه، عنده ميزه ليه رؤيه حلوه قوي، ممكن يسدد زي اللي سددها اللي لعبها له حسين الشحات لورا سددها. فتحرك احمد الشيخ انا شايف ان هو لازم يبقى لجوه شويه، ما يبقاش دايما ماسك الخط، ان هو جوه شويه بيبقى فيه خطوره، وبيدي فرصه لحسين الشحات يطلع ومتغطي. حسين الشحات زي ما قلنا ان في 3 استوبرات مفروضين بيلعب بيهم الكابتن ايهاب جلال. هو خطورته واقفه حسين الشحات، يعني ده مش حسين الشحات اللي شفناه في المباراه السابقه. لا صح؟ لا بس هو انا على فكره انا عاجبني. هو لعيب هايل طبعا، عاجبني وبيحاول يلاقي نفسه مساحه وعارف الكوره معاه مش متسرع. ما انا بقول لك النهارده بص يا تامر مباراه تكتيكيه حلوه. لا انا عاجبني الشوط الاول جدا، مباراه تكتيكيه حلوه جدا، وفيها لعب كتير جدا في الملعب، وفيها تنافس كويس قوي. انا عاجبني جدا. طبعا بدايه اليوم كانت حاجه ونهايته حاجه ثانيه خالص، يا رب يطلع على كده بس. لا الشوط انا متاكد يعني نفس التركيز ونفس الاداء، بل بالعكس النادي الاهلي هيدور الهدف الثاني، كابتن ايهاب اكيد هيدور هدف التعادل. لا الشوط الثاني هيبقى حلو كمان، لان الاثنين عارف، اثنين مدربين فنيين كل ثانيه في حاجه في دماغه، يعني اثنين في عينيهم في الملعب كويس قوي. زي ما بقول لك انا هي مباراه جوه مباراه، انت بدور على مساحه اعمل بيها الشغل بتاعي. اللي بيقدر يلاقي المساحه دي هو اللي بيقدر يشتغل صح. زي ما اتكلمت على جاي هتكلم على نابوكو. نابوكو ما شفناش خطورته في الشوط الاول، استحواذ فقط كما ذكر الكابتن علاء ميهوب. لا هو متراقب كويس. يعني سعد سمير النهارده في كازيلو شغال معاه كويس جدا، حتى في تحرك نابوكو اللي جنب الشمال سعد سمير بيتحرك معاه، في اي كره عاليه سعد سمير معاه. فالنهارده في تكليفات الظاهره كابتن حسام قايل لسعد سمير
انت يا سعد النهارده انا بكون ده اللي تقدر لان سعد سمير عنده ملكه الرقابه الصارمه وعنده التزام، عنده التزام كويس جدا في الحته دي. فهو النهارده مقلل مجهود ان انا بكون مش مخليه النهارده له تاثير هجومي خالص. التاثير الهجومي زي ما قلت لك جاي من الجانب الشمال، سواء من محمود وحيد او من جانب احمد الشيخ. مفيش اي تاثير ان انا بكون النهارده خالص على المرمى. زي ما اتكلمت عن حسين الشحات ويعني والامور الهجوميه في الشوط الاول لم تكن على ما يرام، الامر بالامر او الند بالند. علي معلول مش دي مباراته في السباق كلها، واضح ان هو اجاي مش شغالين كويس، مش شغالين كويس ومقفول عليهم كويس يا تامر. هو يعني واحنا بنتكلم في نفس الكلام ان انت قافل على مناطق الخطوره بتاعتك كويس قوي، على الاجناب كويس قوي. لا يعني ما شفتش حسين؟ لا معنى كانك تشوف علي معلول وتشوف لا ما شفتش معلول، ما شفتش اجاي خالص، وما شفتش الجبهه دي ولا الجبهه دي. لا المره الوحيده كمان الجبهه اليمين، المره الوحيده شفت فيها محمد هاني الكره بتاعت البنالتي. نعم. فانا بقول لك المباراه معقده، الشوط معقد، فيعني لما بتلاقي مساحه يبقى انت كده عملت انجاز. أكيد. هي دي بس، هو ده. هو غالبا برضه خلي بالك الكابتن حسام البدري ممكن يكون مدي تعليمات لعلي معلول يستنى لان اجاي هو اللي شغال في الجنب ده. على مسؤوليه الاعداد طبعا من خلال الكواليس داخل المباراه ان ضربه الجزاء حسبت لمسه يد بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ننتقل سريعا مع الزميل العزيز محمد عفيفي واحداث الشوط الثاني والثاني. شكرا للزميل العزيز محمد عفيفي للتعليق على احداث هذه المباراه المثيره في شوطها الثاني. الاهلي بيحرز هدف وحيد في هذه المباراه عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقه 22 من عمر هذا الشوط من ركله جزاء، وركله جزاء مهدره ينفذها احمد الشيخ، ولكن شريف اكرامي ببراعه يتصدى لها ليثبت احقيه وجداره النادي الاهلي في الشوط الثاني والفوز بالنقاط الثلاثه في هذه المباراه طوال مشوار الدوري المصري الممتاز. كابتن فتحي، الاهلي افضل في الشوط الثاني على الشوط الاول من مصر المقاصه. هو حقيقي الاهلي افضل في الشوط الثاني. الاهلي يمكن بدا الشوط الثاني بهجوم قوي جدا، وكان في انكماش واضح قوي من فرقه المقاصه، ادت فرصه للنادي الاهلي. في الجوانب الهجوميه اضاع يمكن 3 فرص 4 فرص مفيش في وقت صغير جدا، في حوالي 7 8 دقائق. يعني مروان محسن ضربه راس اتلعبت حلوه قوي من علي معلول، ضربه راس حط جنبها العارضه، مروان محسن انفراد، علي معلول لاجاي، واجاي برضه ضيع. يعني في 4 فرص مؤكدين للنادي الاهلي في الشوط الثاني في خلال ربع ساعه. بعد كده ابتدت الامور. كلام حضرتك انا اسف، بس الزميل محسن محمود مع الكابتن احمد ايوب مدرب فريق النادي الاهلي ومدرب عام فريق النادي الاهلي. شكرا لزميلنا العزيز كابتن تامر صقر. مشاهدينا الكرام، ملعب استاد السلام يشهد الاثاره في الدقائق الاخيره. الاهلي يتصدر، الاهلي يفوز على مصر المقاصه، اقرب الملاحقين للنادي الاهلي على قمه بطوله الدوري، اللقب المفضل لجماهير وعشاق النادي الاهلي. كابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق الاهلي، الف مبروك يا كابتن. مباراه مثيره النهارده مع فريق بيلاحقكم على صداره الدوري. يعني طبعا بقول الحمد لله، وبشكر اللعيبه النهارده على المجهود الكبير اللي عملوه، تركيزهم من بدايه المباراه لاخر المباراه، باستثناء طبعا الهفوه اللي حصل منها ضربه الجزاء، وده وارد في كره القدم، ولكن بتلعب فرقه محترمه، فرقه عندها قدرات كبيره وعندها طموح كبير، بتاخد 3 نقاط النهارده مهمين جدا جدا في مسيرتنا في الدوري، خاصه ان انت في نهايه المباراه يعني خلاص في السنه الاخيره بتحسب عليك ضربه جزاء، خلاص يعني يكاد يكون المباراه تنتهي تعادل، ولكن تألق شريف اكرامي ويعني توفيق ربنا قدر يصد ضربه الجزاء، والحمد لله بتاخد 3 نقاط مهمين جدا 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 النهارده. 3 نقاط ولا 3؟ لا، هي في النهايه 3، ولكن انت يعني انت في النهايه انت بتحافظ على صدارتك، بتحافظ على يعني فرصك وحظوظك الكبيره في المنافسه. بقول لك اللعيبه النهارده تركيز من بدايه المباراه لاخر المباراه، بتلعب فرقه بقى عندها قدرات خاصه بتتعامل معاها بشكل معين، والحمد لله بقول الحمد لله على 3 نقاط، وبشكر اللعيبه وبهني برضو، يعني مش عاوز اقول هارد لك لفريق المقاصه، انا ببارك لهم وهنيهم على ادائهم وروحهم واصرارهم لاخر المباراه وطموحهم الكبير اللي هم يعني بيلعبوا بيه السنه دي. شكرا جدا يا كابتن، الف مبروك. شكرا. ده كان لقاء مع كابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مع يسعدنا ايضا يكون معنا كابتن سيد حفيظ زميلي تامر، طبعا كابتن فتحي. وكابتن بقول لحضرتك كابتن سيد النهارده فوز مهم جدا على
على فريق اقرب الملحقين للنادي الاهلي. الحمد لله على كل شيء. بحيي في كابتن ايهاب جلال جدا على اداء فرقته. يمكن مباراه النهارده من المباريات اللي هي فيها شغل مدربين عالي جدا جدا، سواء كان كابتن حسام البدري او كابتن ايهاب جلال. انت جاي المباراه وعارف ان انت بتلعب فرقه على مستوى تكتيكي عالي جدا، وانت كمان لازم يبقى عندك يعني نفس التركيز في التعامل معاها. اعتقد ان يعني من المباريات اللي فيها شغل تكتيكي عالي قوي، شغل مدربين على مستوى عالي جدا. يعني هم حتى ما كنت بتكلم معاهم قالوا احنا هنلعب مع النادي الاهلي في بدايه المباراه طريقتين حسب ما كابتن حسام يلعب، فاعتقد ان المديرين الفنيين كانوا قاريين بعض بشكل كبير جدا، خاصه اللي الثلث الاخير عندهم هو افضل ثلث موجود سواء هجومي هنا في الاهلي او في المقصه. زي ما انا قلت لك يعني هي على المستوى العالي جدا من الشغل المدربين. يمكن ده عنده قدرات واحنا عندنا قدرات. الحمد لله على كل شيء. يمكن الشوط الثاني كان افضل بالنسبه لنا على مستوى الفرص، يعني يمكن الشوط الاول كان تكتيكي بحت، لكن على مستوى الفرص كان عندنا كذا فرصه في الشوط الثاني كانت كفيله انها تريحنا بشكل كبير جدا على اكتر من الضغط اللي استمر لحد اخر ثانيه. ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره واعتقد صعب، اللي هي يعني دايما بيبقى كانت حمل على النادي الاهلي، ولكن شايف انت وكابتن حسام البدري كل الجهاز الفني كانت فرحه غير عاديه بضياع ضربه الجزاء وتالق شريف. ما اعترضناش خالص، ما اعترضناش لما اتحسبت في اخر ثانيه واخر لحظه، ما اعترضناش اطلاقا طالما هي ضربه جزاء عليا. ما عنديش مشكله اطلاقا لو هي صحيحه. يعني انت ضربه الجزاء هي عباره عن فاول بره منطقه الجزاء، لو انت بتحسب مليون فاول بره المنطقه او 100 فاول بره المنطقه، ولو قرر ده داخل المنطقه خلاص بتحسبها ضربه جزاء. يعني انا بقول دايما طالما هي صحيحه مليون في الميه مش من حق اي حد يعترض. يعني انا بستغرب على اي حد يقول لك انا اتحسب عليا النهارده ضربتين جزاء او 3 ضربه جزاء او 4 ضربات جزاء، طالما هم صحاح ان شاء الله حتى يكونوا 10. يعني شكرا جدا يا كابتن، الف مبروك. شوف الكرام، ده كان لقائنا مع كابتن سيد وحفيظ ومقابله الكابتن احمد ايوب. هيسعدنا ايضا يعني بعد دقائق ان شاء الله هنرجع للاستوديو، ولكن هيحاول يكون معانا كابتن شريف اكرامي اللي اتالق النهارده واعتقد كان نقطه تحول في المباراه في الدقائق الاخيره، قدر يحسم ويؤكد صداره النادي الاهلي يعني انفراد النادي الاهلي بقمه بطوله الدوري الممتازه، البطوله المفضله للعشاق وجماهير النادي الاهلي. بنشكركم مشاهدينا. عوده سريعه للكابتن تامر صقر على امل يتجدد اللقاء والموعد بعد دقائق من الان. شكرا للزميل العزيز محسن محمود. كابتن فتحي كنا نتحدث عن فريق النادي الاهلي وكان افضليه ليه في الشوط الثاني حتى كذكر الكابتن سيد حفيظ هذا الكلام. هي الافضليه زي ما قلت لك، كان في افضليه، في استحواذ، في ضغط هجومي كويس جدا. الجبهه اليسرى اللي فيها علي معلول وكان اجاي وكان عبد الله السعيد ايضا كان الشغاله بصفه مستمره. يمكن الثلاث فرص اللي جم للنادي الاهلي جم من الجبهه دي. مروان محسن ضيع واحده براسه كانت قويه جدا، مروان محسن ضيع انفراد برده من الجبهه اليسرى، علي معلول عمل واحده الاجاي ضاعت برده كانت فرصه خطيره جدا. كان النادي الاهلي ممكن يبقى في الشوط ده يقدر يكسب 4، ولكن برضه عشان ما ننقص حق المقصه ضيع فرص. يعني تراوري ضيع فرصتين ورا بعض، نانا بوكو ضيع فرصه بضربه راس، وهي ضربه الجزاء الاخيره اللي صدها شريف اكرامي ببراعه. ولكن النادي الاهلي واضح قوي زي ما قلت لك الشوط، يمكن احنا قلنا بين الشوطين واضح قوي ان سيطره النادي الاهلي عشان لياقه لعيبه النادي الاهلي احسن، فواضح سيطره النادي الاهلي بصفه مستمره في الشوط الثاني اعلى. الجانب الهجومي ازداد قوي 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 الشوط الثاني، فكان في فرص كتير وده ادى الى فوز النادي الاهلي بهذه المباراه. نعم. كابتن علاء، حتى انت قريت فكر الكابتن ايهاب جلال ان هو حتى رغم التاخر بهدف مقابل لا شيء لانه مش هيغير في الثلاثي المتواجد احمد داوود وهاني سعيد وهشام محمد، ده اللي عمله فعلا في الشوط الثاني. ما غيرش حد فيهم الا سوى هشام محمد اللي اضطر طبعا في الاخر لكن الشحات ونزل عماد فتحي لعب ارض ارتكاز. يعني بالظبط، ان هو فكر الكابتن ايهاب يعني واضح بالنسبه لي شويه ان هو بيحب دايما استحواذ على الكوره، استحواذ على نص الملعب. هو كان لعيب نص الملعب قبل كده وكان لعيب ممتاز طبعا، فهو مؤمن قوي بحته نص الملعب دي. كل ما تستحوذ انت في نص الملعب دفاعيا وهجوميا والكوره معاك كتير قوي وعندك لعيبه الوسط اللي ممكن يعملوا الفرق، دايما انت متحكم في المباراه او مش متحكم، انت دايما في حاله خطوره، ممكن في اي لحظه تعمل خطوره. يعني النهارده المخصصه بتلعب ناقصه لعيب، يعني قدر بمهاره فرديه لواحد لاحمد الشيخ ان هو يجيب ضربه جزاء. طبعا ما ينفعش تساب في الوقت ده وفي المكان ده ان هو يبقى فاضي كده، لكن حصل. فهو دايما بيستفاد من الحاجات دي ودايما يحب دايما استحواذه في نص الملعب. يمكن بدنيا الشوط الثاني قل شويه، ده كنا متوقعينه كابتن فتحي وانا ويمكن انت كمان يا تامر، لان الشوط الاول كان فيه كميه جري مش طبيعيه، كميه جري وتركيز ومش عايزين يسيبوا مساحات لبعض الفرقتين. طبعا بتكلم عن فرقتين مش فرقه واحده، فعشان كده كنت بقول لك اللي هيستحوذ ولا يقدر يستغل المساحات ولا يقدر يستغل الفرص هو اللي ممكن يفوز مباراه النهارده. واضح ان كابتن ايهاب وكابتن حسام البدري مقدرين بعض كويس قوي، مقدرين حجم اللعيبه اللي معاهم ومقدرين حجم المباراه النهارده من بدون مبالغه النهارده من احلى مباريات الدوري العام لحد الان الناس استمتعت بيها. مش لازم اهداف كتير عشان في متعه في الكوره، مش لازم فرص كتير، لا انت بتتفرج على حوالي 95 دقيقه يا تامر، كل دقيقه الناس دماغها شغاله. يعني حتى فريق متقدم 1-0 والتاني بيحاول يدور على التعادل وهنا استحواذ شويه هنا استحواذ شويه، فرص ضايعه هنا زي ما كابتن فتحي،
كانت ممكن النتيجه تقلب في اخر ثانيه في المباراه اللي طبعا شريف اكرامي والتالق اللي هو فيه ما شاء الله. فدي حلاوه كره القدم، انت مش عارف لاخر ثانيه المباراه رايحه فين. فرقتين عارفين بعض كويس قوي، عندهم الامكانيات وعندهم اللعيبه اللي تساعد فكر كابتن حسام وتساعد فكر كابتن ايهاب. فانا النهارده المباراه فعلا انا اتمتعت بيها، من افضل المباريات طبعا. ليه كريم ندفت مكان مروان محسن؟ ليه ما يكونش مؤمن زكريا مكان مروان محسن؟ هو الكابتن حسام فكر في الجانب الدفاعي في الجانب الايسر، يعني فكر في الجانب الدفاعي في الجانب الايسر. لما يجي يدي تعليمات لكريم غير ما يديها التعليمات لمؤمن. مؤمن زكريا عنده طبيعه ان عايز يجيب جول في توقيت ان هو بيقول لك انا ابقى اساسي، ففكر المدرب بيقل جوه اللعيب، ايه اللي جوه اللعيب، ايه اللي ممكن يقوله اللعيب. فكريم نتن لما نزل لعب في الجانب الايسر مع علي معلول مكان اجاي، واجاي لعب راس حرب، وده اللي كنت بقول لك يمكن مروان محسن هيغير وهينزل حد في الجنب الشمال، ولكن انا كنت متوقع مؤمن زكريا. ولكن هو فكر ان الفكر الدفاعي برضو لكريم نتن في الحته دي انا شايف ان هو يمكن يكون افضل شويه من مؤمن زكريا، لان مؤمن هيميل للناحيه الهجوميه عشان عايز يسجل، عشان دايما يبقى في الصوره، عشان دايما يبقى في التشكيل الاساسي. فهنا تفضيل الكابتن حسام بيفكر في فكر اللعيب ايه. فهنا يمكن وقدر كريم يعمل حته دفاعيه. كريم كان كويس على مستوى اجاي. لو قارنته بينه وبين اجاي على مستوى اجاي قدر كريم كويس في الحته دي على فكره برضو كويس، وبيلتزم بتعليمات، يعني بيلتزم بتعليمات، لان زي ما قلت لك اجاي يستنفذ مجهود خطير في الشوط الاول من السبرنتات اللي كان بيعملها والارتداد والكلام ده. ولكن انا شايف ان كريم برضو ادى دور كويس، وتغيير كويس من الكابتن حسام ان هو يفكر في كده، ويفكر ايه اللي بيبقى داخل اللعيب. دي مهمه قوي ان المدرب او المدير الفني يفكر ايه اللي داخل اللعيب. اللعيب النهارده هينزل عنده نزعه هجوميه ومش هيسال في النواحي الدفاعيه، ولا انا كسبان واحد لازم امل الجنب الشمال عندي يبقى كريم وعلي معلول. مؤمن زكريا مكان وليد سلمان في الدقيقه 89 متاخر شويه تغيير شايفه كابتن، ولا توقيته مظبوط؟ هو توقيت يعني مش هيفرق قوي، لكن هو كابتن حسام حب خلاص يعني يهدي اللعب ده خلاص، ودقيقتين وخلاص يعني يكسب بيه وقت. ما اكيد دقيقه مش هتفرق مع كابتن حسام، او مش هتفرق مع مؤمن، لكن هي تغييره بتضيع بيها وقت، بتهدى شويه، الريتم بيهدى شويه خالص، خصوصا في الفرقه المخصصه خلاص المباراه بتنتهي. يعني تغييره مش ما اقدرش اتاخرت، ما اقدرش اقول ان هي كانت مفيده، هي بس استهلاك الوقت مش اكتر من كده، لان واضح ان كابتن حسام كانت تفكيره حتى قبل المباراه لما يحب يغير في حته مروان هيبقى ندفد زي ما كابتن فتحي كان بيتكلم. هو كابتن حسام متاكد النهارده المباراه بدنيه جامده، محتاجه بدني يعني عايزه شغل بدني جامد، عايزه واحد قوي. يعني مؤمن بدنيا مش قوي، يعني جسمانيا مش قوي، هو عارف ان المباراه كلها التحامات وكلها جري وكلها التزام وكده، فهو سايب دي. لو النتيجه غير 1-0 يا تامر كان ممكن يبقى اول تغييره بالنسبه لكابتن حسام مؤمن. 2-0 بالنسبه لكابتن حسام غير 1-0. مؤمن في الوقت ده ممكن يبقى هو الاختيار الاول، وده اللي كان هيبقى اكيد. 2-0 كان خلاص الموضوع انتهى، المساحات موجوده. مؤمن في الوقت ده يفرق بقى في دخول راس حربه ثاني، بياخد اماكن كويسه، بيروح دايما للجول زي ما كابتن فتحي عايز يحرز اهداف، فدي كان يبقى مؤمن. لكن هو كابتن حسام مركز ان المباراه محتاجه قوه بدنيه قويه جدا، فعشان كده حاطط مؤمن، حاطط ندفد يقدر يلتزم دفاعيا كويس قوي، مجهوده كويس قوي، اصغر كمان. فهو عايز الحته دي يعملها له كريم ندفد في الوقت ده بس. انطلاقات احمد فتحي كانت متواجده في الشوط الثاني زي الشوط الاول؟ انطلاقاته كانت كويسه، بدليل ان في حتى كوره اتحسبت اوفسايد على كريم ندفد، وكان احمد فتحي منطلق وعبد الله السعيد لو حطها لاحمد فتحي في التوقيت ده، احمد فتحي كان منطلق ممكن يسجل منها. ولكن برضه الالتزام الدفاعي، لانه برضه الكابتن حسام يمكن ادى تعليمات لحسام عاشور واحمد فتحي يهدوا شويه في حته وسط الملعب، لازم، ودي لازم فكر مدرب او مدير فني، عشان طبعا نص الملعب ما يتفتحش ومجهود احمد فتحي ما يستنفذ. فاحمد فتحي يمكن التزم قوي 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 بالناحيه الدفاعيه، ابتدى يقفل الجنب اليمين كويس قوي مع محمد هاني. يعني ابتدى يقفل الجنب اليمين كويس قوي مع محمد هاني، لان وليد ما شاء الله بذل مجهود رائع النهارده، سواء في الجوانب الدفاعيه او الجوانب الهجوميه، ولكن من احمد فتحي كان بيساعد في الحته دي كويس قوي، عشان كده انطلاقاته كانت قليله قوي قوي النهارده في الجوانب الهجوميه. احمد عبد الظاهر مكان نانا بوكو. تغيير ما حسيتش بيه، ما فيش اي اضافه خالص عملها، ولا حسيت بنانا بوكو النهارده مبدئيا، بس يعني عشان مش احقاق الحق، انا ما حسيتش بنانا بوكو خالص غير الكوره عملها بالهيد اللي بقى عليها كابتن فتحي، ممكن يكون باول فوافي وكانت ضعيفه. يعني ما كانش مؤثر النهارده. فوافي كان مقلق اكتر، حيوي اكتر، لكن تعمل له حساب برضه يا كابتن مهما كان.
انا ما قلتش ما عملش حساب، بس انا بقول لك انا النهارده انتاجه في المباراه النهارده مفيش انتاج لنا بوكو، عشان يعني احمد عبد الظاهر احمد عبد الظاهر حتى نزوله زي خروجه يعني الاثنين ما لهمش اي تاثير النهارده، لكن احمد عبد الظاهر نزل في وقت قليل ان انا بوكو شويه لعبهم ما فيش اي تاثير خالص ايجابي على المرمى، ما فيش خطوره، حتى كان سمير وحجازي كانوا مستحوذين عليه كويس قوي، الكوره جت مش كتيره، الكوره جت ودماغه عملها بطيئه جدا، لكن اعتقد النهارده ان انا بوكو ما فيش اي خطوره خالص. عجل الزمالك بيعلن انسحابه من الدوري بسبب التحكيم كما صرح المستشار مرتضى منصور بعد مباراه اليوم. قريتها دلوقتي. مفيش تعقيب؟ لا. ولا في تعقيب على التحكيم النهارده؟ بمنتهى الامانه مش عجباني. لا، هو ابراهيم نور الدين هيبقى علامه استفهام لاي فرقه للاسف هتلعب ضد النادي الاهلي ويكون ابراهيم نور الدين حكم فيها، هتكون علامه استفهام. خلي بالك، لان حتى الناس اللي احنا في الاستوديو، الناس الاهلاويه مش راضيين كتير على اداء التحكيم. يعني واحنا موجودين في ناس كتير مش راضيه على اداء التحكيم. الاداء التحكيم لابراهيم نور الدين، وانا بقول يمكن ابراهيم نور الدين هيبقى حظوظه في اداره مباريات للنادي الاهلي في الفتره القادمه، انا شايف من وجهه نظري ولجنه الحكام هتبقى قليله جدا جدا جدا. مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن علي معلول طوال الشوط الاول والثاني لا وجود له. مقفول عليه كويس قوي زي ما بقول لك، انا معمول حساب كويس قوي، الجبهات كلها مقفوله عليها. يمكن الشوط الثاني في تحرر شويه للجبهات، لكن مش عند علي معلول برضه، تحس جبهه علي معلول مقفوله الشوط الاول الشوط الثاني معمول حساب كويس قوي. كابتن ايهاب اكيد عامل حساب كويس قوي، كان حتى هو اجاي ما فيش اي اختراقات خالص. يمكن الشوط الثاني تحس الشوط الثاني في مساحات لقاها لعيبه النادي الاهلي. يمكن ضغط الشوط الثاني، ويمكن زي ما بقول لك بدنيا المخصص مش زي الشوط الاول، لقوا مساحات قدروا يعملوا فيها خطوره، لكن كلها مش من ناحيه معلول، كلها دايما اختراقات من القلب. عايز تطلع حاجه؟ المؤتمر الصحفي. اتفضل. وقع المؤتمر الصحفي بعد فوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء على مصر المقصه. انا قلت لعيبتي المباراه دي ب6 نقاط مش ب3 نقاط. المباراه اللي انت بتلعب مع فرقه منافسه بتبقى ب6 نقط، فكان مهم جدا طبعا الفوز النهارده واحمد ربنا عليه. يمكن الشوط الاولاني كان في حذر عندنا شويه في البدايه، كان لابد من تعديله، لكن تعديله كان لابد يبقى في وقت للتعديل والكلام مع اللعيبه، ويمكن الحذر ده اخرنا شويه في هجماتنا في الشكل المعتاد بالنسبه لنا. اي نعم كان في محاولات طبعا وتحضير من فرقه المقصه بشكل، لكن ما كانش فيه خطوره، لكن احنا كنا متاخرين عن الهجمات بتاعتنا او وجودنا في نص ملعب المقصه بشكل مستمر بالاسلوب المعتاد اللي احنا بنلعب بيه. لا، الشوط الاولاني اتاخرنا شويه نتيجه الحذر اللي كان موجود، وده طبعا يمكن بين الشوطين انا عدلته مع اللعيبه وقلت لابد ان احنا يبقى ما فيش التراجع اللي موجود بالذات من خط الدفاع. اول خط لازم يعني يبقى فيه ضغط من امام زي الشوط الاولاني، وده اللي تم طبعا. شفنا اما حصل كده، لان احنا اتفرجنا على المقصه وفي مباريات في فرق لعبت المقصه بالشكل بالضغط من قدام، اما المقصه فرقه المقصه ما بتضغط من قدام، يعني احنا بنقول دلوقتي خلاص انا لعبتهم، يعني خطورتهم بتقل بشكل كبير عكس ما بتلعب معاهم زون. فيمكن احنا كنا متاخرين في الشوط الاول، احنا ما لعبناش زون، لكن كان في حذر شويه من اللعيبه، ما كانش في خطوره للمقصه لكن كنا متاخرين شويه في الشكل الهجومي المعتاد بالنسبه لنا، كنا بعاد عن مرمى المقصه. اتعدل الكلام ده بين الشوطين واتقال بين الشوطين على ضروره تغيير طريقه اللعب، وشفنا الفرق طبعا. واعتقد لو كنا حسمنا الفرص اللي جات لنا برضو كان الشكل والنتيجه اتغيرت، كانت رايحتنا من بدري، لكن هي دي اصابه كره القدم. بشكر اللعيبه على ادائها، اداء مميز وكل اللعيبه والروح والتركيز، فبشكر لعيبتي طبعا. وكالعاده زي ما بقول لكم هنقفل النهارده ونبتدي نبص المباراه اللي بعديها ان شاء الله. السؤال يا كابتن عايزينكم بس قبل السؤال كل واحد يعرف نفسه عشان نتعرف بيه يا جماعه. اتفضل احمد خالد. مش الكاب ده احمد خالد.
أنا طيب. الله يبارك فيك يا عم. بس اعرف تعليق حضرتك على اداء علي معلول. شفنا في المباراه القادمه من جديد اداء تعليق حضرتك على اداؤه. النقطه الثانيه هل في شكوى او ارضيه الملعب في الماتش ده؟ شفنا في اكتر من لعيب وقع. هل في شكوى ولا ايه السبب؟ لا يعني بالنسبه للسؤال الاولاني اداء علي معلول، علي برضه مؤدي بشكل مميز، كل مباراه بيؤدي بشكل مميز. يمكن النهارده في ميس باص وده وارد يعني، بالذات يمكن احساسه بالمباراه النهارده نتيجه التحضير للمباراه. احنا بنحضر طبعا بتركيز لكل المباريات، ممكن يكون عمل شويه توتر، وطبعا انا المفروض استبعد الكلام ده على علي بخبرته، ولاعيب دولي ولاعيب كبير، لكن وارد ان يبقى في تركيز او توتر شويه ادى ان يبقى في ميس باص، او كمان يعني علي انا عارف ان هو جبهه مميزه، فاكيد برضه كان في حسابات المقصه النهارده التعامل مع الجبهه اللي بيتعامل فيها علي والنواحي الهجوميه المميزه عنده، فممكن برضه كان هم حريصين ان يبقى مفيش مساحات النهارده، لكن علي بيأدي بشكل مميز. بالنسبه لارضيه الملعب طبعا هو في ندى النهارده، يمكن احنا في الشتاء طبعا وشوفنا يمكن الارض كانت ضدنا النهارده شويه، بس ده طبعا يعني مش مقصود، فعلا يعني كذا فرصه او كذا مره بنبقى في وضع مميز واللعيبه بتتزحلق، يمكن حظ المقصه النهارده. اتفضل. انت بتكلمني بصوتك اعلى من كده محمود في التليفون والموبايل. ها بحيي حضرتك اولا على الفوز النهارده، ويعني فوز مهم جدا للاهلي في مشوار المنافسه. النقطه اللي حابب اتكلم مع حضرتك فيها، بالتاكيد شفنا الاهلي الشوط الاولاني كان اداء فيه حذر زي ما حضرتك قلت بشكل كبير، ودي النقطه اللي اقول لحضرتك ان انت في الشوط بين الشوطين تقدر ترجع اللعيبه تاني لمستوى في شكل جمالي، في شكل فني بشكل افضل في الشوط الثاني، فدي النقطه بقول للجهاز الفني. اللي احب اتكلم مع حضرتك فيه لسه في النقطه خط هجوم النادي الاهلي، لسه في برضه ما شفناهوش بالشكل اللي يرضي جمهور النادي الاهلي، سواء خاصه في المهاجمين. شفنا برضه فرصه لمروان محسن وحضرتك شفت حضراتكم على الخط، يعني كنت بتتكلم من الفرصه المرضيه. في مشكله عند حضرتك بتواجه حضرتك في خط الهجوم فعلا النادي الاهلي؟ لا يعني خلينا نتكلم، ممكن نتكلم بالاحصائيات يا محمود، يعني لو عملت احصائيات لعدد الاهداف اللي النادي الاهلي جايبها هتلاقيها بالنسبه طبعا عدد المباريات مرضيه جدا. لو عملت بقى عدد الفرص اللي بتتاح لفرقه النادي الاهلي على مدار المباريات اللي اتلعبت، اعتقد الفرص كتيره جدا، فمعناها ان انت عندك طبعا شكل هجومي مميز، لان الفرص هي طبعا اللي بتدل على الاداء الهجومي. يمكن احنا ما نستغلش الفرص دي النهارده. انا بقول كان في عدم توفيق شويه، وساعات التوفيق بيبقى في صالح الخصم، لان فرصه قضايا حتى الاخيره دي غريبه، لكن هي كوره كده يعني. لكن انت لو حللت كل مباراه هتلاقي النادي الاهلي بيوصل كتير، حتى في الاوقات اللي انا ابتديت افكر فيها ان انا لاعب قضاي راس حربه، برغم ان هو مش راس حربه اساسا. ممكن لعبنا اوقات بدون راس حربه، لكن كان ادائنا الهجومي مميز برضه، بنوصل كتير. يمكن الفرص ما بنستغلهاش بشكل كويس. انا بقول يعني يمكن انت اجابتك او قصدي سؤالك ممكن ان احنا ما نستغلش الفرص ده بالفعل، لان فعلا كل مباراه بتضيع مننا فرص كتيره. اتمنى طبعا اي مدرب يتمنى، وشفنا حتى الثلاث مباريات اللي قبل كده يعني عدد الاهداف مرضي، يعني اخر ثلاث مباريات، وفي مباريات انت تعادلت فيها زي الاتحاد وبتروجيت كم كبير جدا من الفرص يعني. لكن هو طبعا احنا ما نستغلش الفرص، لكن كم الفرص انا راضي عنها. اخر سؤال يا كابتن. سؤال الكابتن حسام بدري عن عبد الصمد مدرب الفريق. بقول لحضرتك ذكرت المؤتمر اللي فات ان مباراه المقصه بدايه مرحله مهمه في مشوار النادي الاهلي في الدوري. تمام. هل لو الاهلي نجح في ان هو يفوز بمباراه المقبله دي، هل يبقى حسب الدوري رسميا ولا لسه في كلام تاني في بطوله الدوري؟ اكيد لا رسميا الكلام كله ان الخمس ماتشات اللي جايين دول انت هتكبر فينا زي انا مش قوي كده. لا هيبقى فاضل دور، لكن هتبقى خطوه كبيره جدا يعني. خلينا نتكلم بالمنطق، هتبقى خطوه كبيره جدا في مشوارنا، في هدفنا الاساسي اللي احنا بنشتغل عليه. مرحله مهمه، لسه متبقى 4 مباريات مهمين جدا، المهم ان احنا نركز فيهم. لكن اكيد طبعا لا مش هيبقى اتحسب الدوري، ولسه مشوار الدوري كبير، لكن هتبقى خطوه مهمه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله. اتفضل. احمد عسلاني باشا الاوسط، كنت بس
هل النادي الاهلي بيلعب على حته ان هو استهلاك المنافس بدنيا الشوط الاولاني واستغلال النقطه دي الشوط الثاني بتفرق معاه جدا لان الشوط الثاني الاهلي بيتغير الاداء كليا وبقى في فرص كتير جدا ومعظم الاهداف النادي الاهلي حرزها في الشوط الثاني. تمام. هي طبعا ما بتبقاش هدف اساسي، لكن هو هدف بيبقى سير المباراه واسلوبك في اللعب. لان انت زي ما انا قلت في بدايه حديثي، انا قلت ان كل الفرق طبعا بيبقى تركيزها اكيد مختلف مع النادي الاهلي في حته انك بتحاول تلعب بحرص دفاعي، بتحاول تلعب جيم دفاعي. وانا قلت قبل كده الفرق بتحاول تلعب جيم دفاعي بتستهلك مجهود بدني كبير جدا، فاكيد بيبقى عامل في صالحنا ان انت الشوط الثاني بيبقى استهلكت الفرق اللي قدامك الى حد ما من الناحيه البدنيه، لكن في مباريات اتحسمت في الشوط الاولاني بشكل كويس يعني، لكن ده بيبقى صالحنا واكيد يعني بيبقى عنصر من عناصر الفوز ان انت تستهلك العنصر البدني عند الفريق المنافس، وده مش هيجي لما يكون عندك استحواذ وعندك سيطره، ما بيجيش بالسهل، لكن هي طبعا دي بتبقى ميزه موجوده عند فرقه النادي الاهلي يعني، ورب تستمر ان شاء الله. شكرا لك. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير بعد مباراه مصر المقصه والاهلي وفوز الاهلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق عبد الله السعيد. وقع المؤتمر الصحفي وكلام الكابتن حسام البدري بيقول كان هناك حذر في الشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي، خطوره المقصه تنتهي مع الضغط العالي، اداء علي معلول والميس باسلو، الفرص المتاحه طوال المباريات بالنسبه للنادي الاهلي وعدم استغلال هذه الفرص المطلوبه. وتحدث عن المباريات القادمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي والمشوار المهم حتى يختتم الدور الاول في المركز الاول. هو كلام الكابتن حسام واقعي جدا، يعني كلام الكابتن حسام فعلا كان في حذر دفاعي او اللعيبه قلقانه من فرقه المقصه، في قلق ما فيش ضغط من قدام. ابتدى الشوط الثاني عكس كده، ابتدى الشوط الثاني النادي الاهلي استحوذ، النادي الاهلي ضغط من قدام، النادي الاهلي اضاع 4 فرص، يعني زي ما قلت لك في خلال 7 8 دقائق ضيع 4 فرص. علي معلول بالرغم من ان هو ما اشتغلش ولكن ده دخل ال 18 مرتين، مره جت الكوره بالعرض تمريره تغيير ملعب من احمد فتحي شاطها جامد على يمين الحارس المرمى، والثانيه دخل عند نقطه الجزاء وصلح كوره اجاي واجاي حطها جنب العارضه، فدليل ان هو حتى يمكن الشوط الثاني اشتغل احسن من الشوط الاولاني بكتير. فكون ان النادي الاهلي زي ما قلت لك، انا يمكن قلنا في بدايه المؤتمر ان احنا فعلا بدايه التحليل قلنا ان النادي الاهلي لياقته البدنيه بتسعفه دايما في الشوط الثاني، ضغط العالي، الاستحواذ، فرص كتير ضاعت من النادي الاهلي. لو النادي الاهلي سجل فرصتين من اللي ضاعوا دول من مروان محسن كان النادي الاهلي يمكن كسب 3، وكنت اتفرجت على شكل جيم هايل في الاداء وهايل في الاستحواذ وهايل في الاداء الهجومي اكتر كمان. كابتن علاء، ممكن يؤثر هذه الهزيمه على كابتن ايهاب جلال في مشوار الدوري؟ خالص، بالعكس انا حتى شايفه هادي جدا وبيدير المباراه بهدوء شديد حتى لاخر لحظه، حتى بعد ضربه الجزاء اللي هي ضاعت. وده يمكن ميزات ايهاب ان هو دايما هادي، عارف امكانيات لعيبته، عارف امكانياته هو كمدير فني، بيتعامل كويس قوي مع اللعيبه، بيتعامل كويس قوي مع الماتشات. بالعكس النهارده واضح ان هو خارج مباراه، انا متاكد ان هو خارج مباراه مش زعلان، فرقته عملت ماتش كويس قوي، المخصص بقى ليها شأن كويس قوي، بقت كل فرقه بتعمل لها مليون حساب، حتى الفرق الكبيره. يعني كابتن حسام بيقول لك كنا عاملين حساب لفريق المخصص، حتى كانت في بعض اللعيبه قلقانه الشوط الاول وده كان واضح جدا. وانا حتى في بدايه الاستوديو هنتكلم مع الكابتن فتحي كمان ان النهارده مباراه قويه بين اهلي وبين مخصص. لا اعتقد ان النهارده مش، بالعكس مش زعلان خالص. يمكن حتى لو شفت له اي حديث ولا حاجه يطلع يتكلم على فرقته، اتكلم كويس جدا، لانه اللعيبه ما فيش حد بخل بحاجه، مجهود عالي جدا اتعمل النهارده، تركيز كويس قوي فريق المخصص، ادوا لاخر ثانيه حتى وضربه الجزاء كمان حتى لما ضاعت، لكن في اداء حتى بعد نقصين لعيب في اداء وفي محاولات وكده. لا طبعا النهارده شاف فريق المخصص قدم مباراه ممتازه. انا بقول لك حتى كابتن حسام وهو بيتكلم في المؤتمر، يعني تحس الحمد لله كل الكلام اللي كنا بنقوله هنا والكابتن حسام كان بيترجمه حتى من تحضير المباراه نفسها وتحضير اللعيبه المباراه. وفي اريحيه في المؤتمر بالظبط بعد الفوز بهدف. طبعا يعني واضح يعني. وبعدين في نقطه كمان، يعني الاهلي عنده 4 مباريات، عنده سموحه وانبي والمصري والزمالك. صحيح. يعني عنده 4 مباريات قويه. صحيح. والنادي الاهلي جدير، النادي الاهلي باستعداداته، بفكر المدير الفني كابتن حسام، باللعيبه نفسها عندها دوافع. النهارده فرق 7 بونت، يعني النهارده كسب بقى فرق 7 بونت عن الثاني. يمكن المقصه عنده 4 ماتشات، عنده يمكن 4 ماتشات يمكن اقل شديه، اقل من يمكن عنده الانتاج
عنده طلائع الجيش، وعنده النصر التعدين، وعنده الشرقيه. عنده 4 مباريات يمكن اخف شويه، ومباراه مع الزمالك والزمالك متاجل من الاسبوع الرابع، فاخف شويه من ماتشات الاهلي. صحيح. مان اوف ذا ماتش مين؟ انا شريف اكرام. كابتن علاء. شريف اكرام. مين كنت تتوقعه انه كان يؤدي في المباراه وما كانش على المستوى المطلوب؟ سواء من المقصه او من الاهلي. اجاي. كابتن علاء. اجاي واحمد الشيخ. احمد الشيخ واجاي. اجاي عالي واحمد الشيخ. اجاي ونانا بوكو. ونانا بوكو. احمد الشيخ يمكن عمل ظهر في اخر دقيقه من الماتش، ظهر اللي هي بقى الحته الميزه اللي عنده، انه بيخش براوغ وخد ضربه جزاء ولكن اضاعها. لكن نانا بوكو النهارده مالوش وجود هجومي اطلاقا. حتى لما نزل احمد عبد الظاهر طبيعته بيحب ينزل وسط الملعب، ما تحسش ان في تاثير هجومي خالص لفرقه المقصه في الشوط الثاني، باستثناء فرصتين اللي ضاعوا من تراوري. تعامل الكابتن ايهاب جلال والكابتن حسام البدري مع المباراه خلال الشوطين المباراه كام في المية؟ 80% 85%. انا عاجبني تعاملهم جدا هما الاثنين، ومفيش حد اكتر من الثاني. عايز اقول لك 15% في ايه بقى؟ لا ما فيش حاجه كامله، يعني ما فيش حاجه كامله في اي حاجه، لكن بيهرب مني على طول. لا والله خالص، والله الا واحد ما اقدرش اقول 100% انا لا مفيش حاجه اسمها كامله، لكن انا عاجبني هما الاثنين، مش واحد بس، مش كابتن حسام الاثنين انا عاجبني جدا جدا. قبل اداره المباراه وتحضيرهم للمباراه، واضح ان في تحضير من بدري جدا، وتحضير كويس قوي، وعاملين حساب بعض كويس قوي، والاثنين حافظين بعض، والاثنين زي ما بقول لك انا يعني مباراه لوحدهم كده، اللي هو ازاي يقدر انا اتخطى كل العقبات اللي تعملها لي. هو ده دي حلاوه المباراه النهارده. نعم، دي حلاوه مباراه النهارده. حسام عاشور تديله كام من 10 يا كابتن؟ اديله 7 من 10. ليه؟ 7 من 10. حسام احنا ذكرنا كل اللعيبه ما عدا حسام عاشور، حسام يعني على ذكر. حسام على فكره، حسام من اللعيبه دايما مظلوم، تحسش بيه ودايما مطلوب. وتعالى بص في انتاجه في ال 90 دقيقه دفاعيا تلاقيه ما شاء الله، لا في التحامات وكل كره، ودلوقتي بقى كل كره طالعه من رجله مظبوطه. فتحي تعالى شوف لو هو مش موجود في الملعب هتلاقي نص الملعب، هتحس بقى فعلا قيمه حسام عاشور في الحته دي. لا حسام بصراحه يعني هايل. نعم هايل. هي 7-10 نسبه كبيره طبعا عشان حسام. انا بديها بما يرضي الله. لا هي نسبه كبيره، بتقول حضرتك من نسبه كبيره، هي نسبه كبيره 7-10 يعني. اي حد النهارده بيقعد صحيح، مش بيقعد كمشاهد، احنا بنقعد بنحلل وبنشوف اداء كل لعيب. حسام النهارده من اللعيبه المميزه جدا جدا في وسط النادي الاهلي. هاني سعيد 7 من 10 النهارده برضه. ممتاز، هو محرك فرقه المقصه كلها، هاني سعيد. مش النهارده بس، كل المباريات، لكن النهارده تخيل ان هاني سعيد مش موجود في مباراه النهارده. كل اللي باديه كابتن ايهاب النهارده لا وجود له، لان هو واضح ان كابتن ايهاب باني كل الخطه او كل التكتيك اللي عمله النهارده على هاني سعيد، على وجود هاني سعيد في الملعب، وتحركاته وكلامه اللي بهدوء جدا، عارف يعني هو اللي بيدير كل حاجه في الملعب. نعم، لو مش موجود النهارده هاني سعيد اعتقد هتبقى مشكله. مشاهدينا الكرام، نستعرض سويا المباريات التي لعبت في اليوم الثاني من الاسبوع الثالث عشر من دوري عبور لاند، ونتائج الجوله كالتالي: سموحه تعادل مع الاتحاد تعادل سلبي بدون اهداف، والزمالك فاز على الداخليه ب3 اهداف مقابل لا شيء، والشرقيه يفوز على الانتاج، الشرقيه يخسر امام الانتاج الحربي ب3 اهداف مقابل لا شيء، وانبي يتعادل مع بتروجيت تعادل ايجابي هدف لكل منهما، والمصري بيفوز على اسوان ب3 اهداف مقابل هدف واحد، والاهلي بيفوز على مصر المقصه بهدف مقابل لا شيء. مباريات غدا بمشيئه الله: المقاولون يستضيف طنطا في تمام الساعه 3:15، والاسماعيلي بيستضيف وادي دجله. هذه هي مباراه اليوم الثاني بالنسبه طبعا انبي وبتروجيت يوم التالي. ده مباراه الانتاج الحربي والشرقيه. طبعا الهدف الاول جاء عن طريق احمد مجدي في الدقيقه 32، ثم اضاف بعد ذلك وليد حسن في الدقيقه 45 الهدف الثاني، ثم بعد ذلك ده هدف وليد حسن، ثم بعد ذلك صلاح امين في الدقيقه 94 الهدف الثالث لفريق الانتاج الحربي، ليؤكد فوز الانتاج على الشرقيه ب3 اهداف مقابل لا شيء. المصري مع اسوان المباراه القادمه بين المصري واسوان، واما مباراه انبي مع بتروجيت هنشاهد الاهداف. بقيه انبي وبتروجيت تعادل ايجابي بهدف لكل منهما، صلاح عاشور كان البادئ بالتسجيل في الدقيقه 32، ثم اضاف بعد ذلك وائل فراج هدف التعادل لفريق بتروجيت، انتهى المباراه بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما. مباراه المصري واسوان، المصري بيفوز على اسوان ب3 اهداف مقابل هدف واحد، احمد ايمن منصور الهدف الاول في الدقيقه 17، ثم اضاف هذا هو هدف احمد ايمن منصور، ثم اضاف بعد ذلك احمد جمعه في الدقيقه 59 الهدف الثاني لفريق المصري، قبل
أن يضيف الهدف جيروم وايا، هدف أسوان الوحيد في هذا اللقاء لفريق أسوان، هذا هو هدف جيروم وايا. يأتي هيرمان كواو برصاصة الرحمة في الدقيقة 93 بيحرز الهدف الثالث لفريق مصر المصري على أسوان. انتهى المباراة بفوز المصري ب3 مقابل هدف واحد. والمباراة الأخيرة الأهلي بيفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء عن طريق عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 22. جدول الترتيب العام بعد ختام اليوم الثاني من دوري عبورلاند الجولة 13. الأهلي في المركز الأول برصيد 35 نقطة، المقصة في المركز الثاني ب 28 نقطة، سموحة في المركز الثالث ب 26 نقطة، المصري في المركز الرابع ب 25 نقطة، بتروجيت في المركز الخامس ب 24 نقطة، الزمالك في المركز السادس ب 21 نقطة، طلائع الجيش في المركز السابع ب 19 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الثامن ب 18 نقطة، وادي دجلة في المركز التاسع ب 16 نقطة. ثم يأتي الإسماعيلي في المركز العاشر، عفوا الإنتاج الحربي في المركز العاشر ب 15 نقطة وتساوي مع الإسماعيلي أيضا، المقاولون في المركز الثاني عشر ب 14 نقطة، إنبي في المركز الثالث عشر ب 12 نقطة، الداخلية في المركز الرابع عشر ب9 نقاط، وطنطا في المركز الخامس عشر ب8 نقاط، الشرقية في المركز السادس عشر ب7 نقاط، أسوان في المركز السابع عشر ب6 نقاط، وأخيرا نصر التعليم في المركز الثامن عشر ب5 نقاط. هذه هي طبعا جدول الترتيب العام بعد اليوم الثاني من الأسبوع الثالث عشر من دوري عبورلاند 2016-2017. في النهاية بشكر كابتن فتحي، مبروك، شكرا ليك، شكرا جزيلا. شكرا نورتنا كابتن النهارده. شكرا جزيلا. كابتن علاء بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا والف مبروك لكباتن النادي الاهلي فوز الاهلي والصداره. اذا مشاهدينا الكرام الى الملتقى ان شاء الله، وسيدات جديده لكم منا كل التحيه وتصبحون على الف خير.